السلام ورحمة الله. كي داير؟ لاباس عليك؟ هانيه كلشي الحمد بخير؟ لله. الوقت الحمد لله. هانيه. الحمد لله في هاد الساعة. تحياتي لك، مرحبا بك في البرنامج ديالنا ديال طريق الحرير كرسي الاعتراف مع نور زينو. تحياتي لك مرحبا. نور زينو. الاسم الكامل ديالك؟ أنوار الدحماني. انور الدحماني. انور الدحماني، شنو تفضل نعيط لك نور زينو ولا انور الدحماني؟ عندي إدوار بحال بحال بجوج بحال بحال، حيت نور زين هو أنوار الدحماني وأنوار الدحماني هو نور زين. نخليوها في نور زينو المثير للجدل حسن. مرحبا. زينو، شحال اللاج ديالك؟ 31. كتفكر؟ كتفكر؟ اوكي نور زينو، بزاف ديال الاشاعات انا غندوي معاك بواحد الطريقه ديال يقال ويشاع. من تعطيني مرحبا. معلومات. مرحبا. نور زينو، عاود لينا شويه على الطفوله ديالك. شوف، الاشوال الحياة الشخصية ديالي أنا كعارف الأعداء بزاف، غنحاول باش ما نقولكش ما غنجاوبكش، ولكن غنجاوبك ولكن باختصار. الطفولة ديالي أنا خلاقيت إنسان عادي نورمال في عائلة محترمة جدا، عائلتي معروفة محترمة جدا من أب جزائري وأم مغربية. تربيت شوية لهي وشوية هنا، كملت قرايتي في المغرب. طفولة دازت عادية، طفولة باحترام العائلة لافامي الأصدقاء الجوارين ديالنا كلشي باحترام، لا هنا لا لهي الحمد لله. ما كاينش عندي شي مشكل في الطفولة ديالي، ما كانتش شي حاجة اللي نقولوا غراف. طفولة عادية، لعبت على الدراري الصغار، بسالات بزاف د الحوايج. القرايه ديالي الحمد لله كملت قرايتي، المسائل ديالي طفوله عاديه 100% كاي شاب. اوكي نور زينو، مرحبا. سبق لك تزوجتي؟ سي. عندك شي ولاد؟ بديتيها معايا بالسخون، انت بديتيها معايا من السخون عليك. واه. لا. وي عندك شي فين؟ ولاد؟ لا. عندي بين وفين. نو ما عنديش ولاد. عندك بنيته؟ لا. هذيك بحال بنتي. وعلاش حق ماشي بنتي. ماشي بنتي. وعلاش بحال بنتي. هي بنت الاكس ديالي. اوكي يعني انا ماشي نور باها زينو. ديالي. اوكي شحال كان عندك في اللاج ديالك ملي تزوجتي؟ 21. في المغرب ولا في اوروبا؟ نو في اوروبا. اوروبا، مزيان. نور زينو، الطلعه ديالك لاوروبا كي جات؟ صدفه. طريقه باش طلعتي بها؟ صدفه. حكمت طريقه الاقدار. باش طلعتي بها؟ عادي. وعلاش لي؟ كيفاش عادي؟ كي درتي عادي. طلعتي فيزا حرقتي شنو؟ ما حرقت ما فيزا ما والو، عادي. كان مشكل بوليتيك، وقع مشكل. تشبط في المغرب واحد المده ديال 3 شهور في السجن، ظلما وعدوانا. حكمت الاقدار، خرجت من المغرب مشيت لموريتانيا. من موريتانيا دزت فيها شهر وعاود دخلت. دخلت جيت التجأت للسفاره، تساعدوا معايا بزاف د الحوايج. من بعد جيت لمليليا، جابوني لمليليا. يعني مليليا؟ الانطلاقه ديالي كنت في مليليا. مليليا دوزت فيها عامين ونص. مليليا عاد جيت لمالاكا. وطلعوك لهنا؟ مزيان. مزيان. يقال ويشاع، يقال ويشاع انك ضربتي السجن في اسبانيا. جامي. ليمبيو. على كاين شي واحد يضرب السجن في اسبانيا ويكون عضو في حزب سياسي؟ كيفاش عضو يعني انت عضو في حزب سياسي؟ عندي ما يوفي الوثائق. هي بالاسم ديالي بكلشي. اوكي مزيان. واخا وصينا لكم الدراري باللي نحاولوا بامكان نقول لكم باللي
ما نعاودوش داك اللعيبه ديال تبارطاج وتكبس والو، زعما ضروري. اوكي نور زينو، مرحبا. فوقاش دخلتي لعالم السوشيال ميديا؟ 2015. منين بديتي؟ واحد الابليكاسيون ديال سميتها بيغو لايف وفيسبوك. مزيان. نور زينو، غندخلو انا وياك شويه في المسكه. مزيان. مرحبا. اوكي. البدايه الخفيه ديالك نور زينو، من أي ناحية؟ عرفنا على نور زينو في 3 مراحل، 3 ديال الكلمات. عطيني شكون انت في 3 ديال الكلمات. انسان عادي تظلم، فك راسو، جا بريبار الامور ديالو القانونيه، جا وقت الانتقام. اوكي مزيان. اقرب الناس ليك، اقرب شخص ليك. الام ديالي، مازال حيه؟ الله يخليها لي. الله يخليها لك. شنو الحاجه اللي كتخاف تخسرها؟ الام ديالي. راك معاها علاقه زوينه؟ الحمد لله مؤخرا بس علاقتي معاه مزيانه. تحياتي لك نور زينو، شكرا. دابا غنسولك على اشخاص عندك علاقه متينه معاهم، وهاد الناس عندهم شي حوايج انت بزاف الناس ما كيعرفوهمش. مرحبا. الو، غنسولك عليهم ونتمنى تكون صريح، هي الاولى. ثانيا تحمل مسؤوليتك. ثالثا ممنوع الكذوب. اوكي، احكي لنا على صداقتك مع سوفيا طالوني، الملقب بسوفيا طالوني وحاليا اسمه نوف الموسى. نفضل انا نخاطبوه بنوف الموسى ماشي بصوفيا طالوني، وهو محا من حياته صوفيا طالوني خاص يتحترم هذا القرار ديالو، ونلقبوه بنوف الموسى اللي هو الاسم ديالو الحقيقي ماشي الاسم ديالو موسى. هذاك الانسان تعدى في حياته، قاص في حياته في المغرب، خارج المغرب، كون راسو براسو، وقف على رجليه. ما يمكنش ما عندناش علاقه كيفاش كون راسو، ولكن كون راسو ونجح، لانه قدر انه يلفت الانتباه بزاف من الناس المجتمع المغربي، ودا بلاصتو في وسط المجتمع المغربي. يا علاقتي به علاقه عاديه، كانت صداقه قبل، وتلاقيت به مره واحده، تلاقينا في اسبانيا في جزر مالاغا، لقيت انه انسان عادي، انسان تيدير الخير فريمون، لانه دار شفت انا داكشي بعيني، نحكم عليه داكشي شافت عيني، دار الخير مع الناس تلاقيناهم في الشارع. كانت علاقه كلام عادي سطحي. واحد الانسان يجي يشوفك من بلاصه من مدريد، يجي عندك هاد البلاصه يجي يشوفك، حاجه كبيره. كيفاش بدات؟ كيفاش بدات حرب. وكيفاش كانت العلاقه ديالكم في الاول؟ بدات حرب، هي كانت عاديه، ولكن بدات حرب 2000 2018 2019 2021. كانت حرب دايره عليه حرب بوحديتي، لانه كان وقع واحد سوء تفاهم، واحد الناس بزاف لونتوراج ديالو كانوا تيحاولوا ياتاكيوني، واتاكيتو انا، وقع مشكل بيني وبينه بهذاك الفيديو اللي كان خرج ليا ديالي، اللي هو هزوه من التليفون ديالي من الناس اللي كانوا قرابين عندي في الدار، هزوه من التليفون ديالي وكانوا يصيفطوه ليه، هو شدو عطاه ريبيكا حطاتو، هو ما حطوش، عطاه ريبيكا حطاتو. لانه ديك الساعه كانت عندي حرب مع ريبيكا اللي متحول جنسي وفريد الجزائري. كان عندي مشكل معاه، حطو. انا المشكل وقع بيني وبينه على ذاك الفيديو، لانه الفيديو فاش وصلوا هو عطاه الناس واحد اخرين حطوه. اوكي ميرسي نور زينو. كاين بزاف ديال الكلام على مصادر الاموال ديال سوفيا طالوني، شنو رايك في الموضوع؟ كاينه شرطه ديال قضائيه، كاين ابحاث قضائيه، عندنا فرقه وطنيه، عندنا قضاء، عندنا عداله، عندنا محاسبه اللي غيحاسبوه. نحن افراد واشخاص ولسنا بدوله باش نحاسبوه الاموال ديالو من اين لك هذا. الا جينا نسولوه من اين لك هذا، خاصنا نسولو السي موسى اللي دار العاس المليار. كاين اشاعه كتربط
وفاة شابة بمدينة طنجة بصوفيا طالوني، شنو رأيك في الموضوع؟ شاب، شاب هذا، أه؟ شاب، ولد، شنو؟ ولد، هذا كلمات ولد. احكي لينا. في ايامات كورونا كان طاروني تيطلع تيدير بزاف د اللايفات، اللي هو نوف الموسى، تيدير لايفات فيسبوك انستغرام وكلشي، وكان حط واحد الابليكاسيون ديال التعارف تاع لي زوموسيكفوار اللي هما ديال المثليين، ودخلوا دخل العائله تاع داك الدري، دخلوا لهذاك الكونت الاخ ديالو، ولقى تصويرات خوه في هذاك الموقع، لان الموقع خاصك تحط تصويراتك اوبليغاتوري، يعني شي حاجه اساسيه خاصك تحط تصويراتك. دخل لقاه، جراو عليه الدار، وقعوا عليه مشاكل، داك الدري انتحر، وترفعت شكايات دوليه في حق نوف الموسى، وامريكا وبزاف د البلايص والجمعيات، وكتبوا عليها في جعفر طوق، وخرجوا بزاف د المنابر الاعلاميه خارج الوطن وكتبوا على هذه القضيه هذه. اوكي، كان جدل كبير مؤخرا على المتوفية الله يرحمها سلمى، شنو تعليقك وشنو رأيك في الواقعة؟ هذيك السيده الله يرحمها، وانا ما عنديش تجربه مع نوف الموسى في التجميل، او مشيت عند ذات السنان ولا شي حاجه، وحنا الا جينا حنا كما قلت لك في الاول، حنا اشخاص ما يمكنش نصدروا الاحكام. كاين احكام، كاين شواهد طبيه، كاين قضاء، كاين امتثال الى القضاء وامتثال الى العداله، والعداله اللي غادي تقول كلمتها. انا الراي ديالي في هذا الموضوع هذا، انا الموضوع خاصو يبقى في العداله، نحترموا قرارات العداله. كاين شواهد طبيه، كاين البنت عندها عائله ماشي مقطوعه من الشجره، ماشي لاقطه، عندها عندها عائله، عندها ابن، كان عندها زوج، هي ضحيه مجتمع، ضحيه افراد عائلتها، ضحيه الزوج ديالها، ضحيه ناس تاع السوشيال ميديا اللي استغلوها في يوم من الايام وطلعوها، وخلاو ان نوف الموسى يشوفها ويعيط لها وتجي عنده ودير عمليه. الخطا طبي ولا ماشي خطا طبي، او لا هو مسؤول ولا ماشي مسؤول، هاد الامور تبقى عند القضاء بشواهد طبيه، ونحترموا القضاء. كما قلت لك، حنا اشخاص ماشي قضاة وماشي شرطه. علاش تفرقتي مع صوفيا طالوني مؤخرا وليتي كتخرج فيه بالعلالي؟ فارقت معاه لانه وقع مشكل، كان صيفط لي تناقشنا في الموضوع ديال الاخت كروفيطا، كنا تناقشنا في هذا الموضوع هذايا، لان ديك الساعه كان هو تيهاجم كروفيطا، انا طلعت قلت واحد جوج كلمات، هو ما عجبوش الحال، كان صيفط لي ميساج، شنو من هما ذاك الميساج هو صافي شنو هما وقع مشكل. الكلمات اللي قلتي؟ كنت الاخ نورزين، ندافع، شنو هما الكلمات اللي قلتي؟ لا كنت ندافع على دنيا عادي، كلام تنقولوا فيه هو صافي. تما علاقتي ها؟ تطوبات به، تما بلوك صافي، علاقتي تطوبات به. شحال المده اللي عرفتي فيها صوفيا طالوني؟ كنت نعرفو قبل، يعني 2008 2009، قبل ما نجي انا هنا. وهاد المسمات، هاد السيده اللي سميتيها شنو فوقاش عرفتيها؟ عرفتها تقريبا دابا شي 2020 2020. كيفاش قدرتي تستغني على الصداقه ديالك، الصداقه ديالك مع الاخ نوفل موسى اللي فيما مضى كان ملقب بصوفيا طالوني، استغنيتي على الصداقه ديالو على قبل وحده عرفتيها غير البارح؟ شنو؟ هذا سؤال زوين. انا متى نستغنى على شي واحد؟ كاين فرق ما بين الصداقه وما بين الانتقاد. خاص الانسان يكون عنده انتقاد، قابلين للانتقاد. انا انتقدته وقلت كلمه، هو خداها بعين بشي نظريه وحده اخرى، الله اعلم. ثاني حاجه، هذاك السيد تتجمعني به انا واحد العلاقه، لانه كان في يوم من الايام، النهار اللي كنت انا تنسب في الدوله، كان تيدخل عندي، وباقي عندي الميساجات، كان يدخل عندي تيقول لي لا حيد هذه، ما ديرش هذه، انت خاصك تدخل المغرب، انت خاصك دير، انت تبقى هذه، ما ديرش يعني داكشي يبقى محسوب لي. انا لا اخوض حروبا بالوكاله، وانا كلمه الحق تنقولها في اي واحد ولو في اقرب الناس ليا. سولتي على المشكل كيفاش وقع، قلت لك المشكل كيفاش وقع، هو خداها بعين الاعتبار بانه هجوم في حقه، هذاك ماشي هجوم، هذا كلام تقال. ثاني حاجه، تيبقى الراي ديالو يحترم، دا بلوك دا تبلوك، الله يعاون الله يعاون. اوكي، شنو مؤخرا نايضه واحد الحمله، واحد الموجه ديال استحمار الشعب بين قوسين بيان سور، ديال واحد السيده الملقبه بندى حاسي هي ورجلها مع نوفل موسى الملقب بصوفيا طالوني، شنو رايك؟ انا في هذه القضيه كنت تضامن مع صوفيا طاروني اللي هو نوف الموسى، اها. لانه هذوك الناس بجوج بعدا اصلا، لا هو لا ديك ندى الماضي ديالها الموسخ والحاضر ديالها الاوسخ، اللي تيعطي واحد الصوره سلبيه على العائله المغربيه. تخيل معايا الاخ امجد، واش حنا دوله الامير المؤمنين
اوكي، عندنا دستور يحكمنا، وعندنا تقاليد واعراف. كيف يعقل ان ام بنتها وتقبل على بنتها انها نهار الاول طلع تتعرى وتدير شي مسائل اباحيه، ومشات للامارات وجات من الامارات وتصورت فيديو كليب دو بياس، وزيدوا شوهات مدينه الخميسات، لان مدينه الخميسات الناس اللي فيها قدماء العسكريين والناس العسكريين، مدينه محترمه 100%، والنصف في مدينه الخميسات هما جنود مجندون وراء صاحب الجلاله. كيفاش وحده بحال هذه تشوه السمعه ديال مدينه الخميسات؟ ثاني حاجه، المشكل اللي وقع عليها مع نوف الموسى، فكنت تضامن مع نوف الموسى، لان هذيك السيده هي مشات بواحد العقليه انها غتمشي وغدير كما دارت هذيك الدي جي، انها غتنتقم وتركب على الموجه ودارت هذاك الفيلم. لانه ما يمكنش اخ امجد ان وحده مشات ركبت الفاصاد الاول وخلات الدروس وجايه وداروا هذاك الفيلم الاختطاف، وما تشهد الزور معاها وطريقه الكلام تما. شوف، الغبي او من يستغبي هذاك هو اللي غيتيق هذاك الفيلم، لان ديك السيده نورمالمون خاص تكون المكان ديال ولد الشنويه، لان خاص الحبس. لكن للاسف هناك جمعيات تتشوف غير ناس واحد اخرين وما تشوفش دوك الناس. هذيك السيده تعالت وضربت في القيم والاخلاق، وكان نط عليها الحرب شحال هذه من بعض الجمعيات، لان سبات المغاربه باقبح النعوت وقالت لهم انتم حمير، وما خلات ما دارت. يعني نورمالمون خاص المغاربه ينوضوا يقدموا شكايات مباشره الى وكيل جلاله الملك، ويكون بلا ما يكون جمعاوي. من حق اي مغربي انه يقدم شكايه باي شخص يشوفوا بانه تيضر بالمجتمع المغربي وبالقيم الاخلاقيه وبالقيم المغربيه. انا اذا تندير شي حاجه تندير شي حاجه برا المغرب، ملي تندخل بلاد تندخل راجل بكل احترام، ولكن مولاتي امارسها بكل حريه في البلد المقيم انا فيه، اللي هو الدول الاوروبيه اللي هي اسبانيا. ولكن فاش نمشي للمغرب تنحاول ما امكن انه ما نديرش شي حاجه تزعزع الاستقرار بالمملكه المغربيه وتشوه صوره المملكه المغربيه، ولا ندير شي حاجه تسيء الى الاعراف والتقاليد في المملكه المغربيه. فديك السيده ما عرفتش كيفاش باقا مطلوقه، لا هي ذاك الديوت اللي معاها، لان شكون هو الديوت اخ امجد؟ الديوت هو اللي ما عندوش غير على الشرف ديالو والمراه ديالو. كيف يعقل ان واحد الشخص ياكل من عرق وجبين المراه ديالو تطلع تدي اشارات واباحات جنسيه وتتلعب جولات وتدير فيها احكام فيها استفزاز الى المراه المغربيه والمغاربه اجمعين؟ فهذوك الجوج ديوتيين، وانا اتحاشى الكلام عنهم، لان ندى حسي كانت في يوم من الايام تلميذه عندي في الانستغرام وعندي ما يفيد، عندي الصور ديالها في حالتها القديمه ملي كانت تطلع بدوبياس وملي كانت تطلع بالمؤخره ديالها، لانه كانوا مسمينها كريم كاريتشان ديال الخميسات، لان كانت تطلع تبرز المؤخره ديالها. كيفاش بغيتي انا نتكلم كانوار الدحماني ونتكلم على وحده بحال هذيك تمارس العهر والفساد بالرضا على الام ديالها، بالرضا ديال الام ديالها، لان الام ديالها خاصها تحاسب. كيفاش يعقل بان امها مشات تزوجت واحد اللي هو مثلي جنسي اللي هو ولد الشنويه ودارت ملقبه حفله بحريوده، زواج؟ شو الام ديالها الملقبه بحريوده. غريبه هذه هي ديك. ما فهمتش انا كيفاش ما تبارك ليها وما بنفس الوقت مشات على خطه بنتها، لان ما طلعت دير افلام الزواج وزيد وزيد وزيد. انا كيفاش بغيتي نهضر على واحد العائله بحال ديك العائله؟ لان العائله بالنسبه لي انا لا تنتمي الى المملكه المغربيه، وهنا خلاف في القضاء المغربي والقانون المغربي، وخلاف في الجمعيات اللي تيكونوا في المغرب. الجمعيات يمشيو وراء البوز، لان نورمالمون هذه خاصها تاخذ اقصى 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 عقوبه، لان تشوه صور المراه المغربيه. اما في القضيه ديالها مع بنت موسى، فهاد القضيه انا عارفه فيلم من احسن زيد، وكنت نتمنى ان الاخ نوف الموسى يصيفطها بلا سنان، احسن ما يدير لها الفصاده الاولى، ومزيانه ما يدير لها سنات الحمار. اوكي، شنو بان لك نعم سيدي على ذكر الجمعيات؟ مؤخرا كنشوف واحد الاخ ان شاء الله غيكون الضيف ديالنا في البرنامج ديال طريق الحرير كرسي الاعتراف، اللي هو السي المزيت. شفناه في نظرك انت هذا الشيء اللي كيوقع كامل في السوشيال ميديا؟ بعض الاحيان راه كيقدم شكايات ببعض الناس، وبعض الاحيان راه كيغض البصر. شنو رايك فيه؟ شوف، الاخ مزيت تنعرفو مده، هذاك السيد تلاقيته مباشره، كبر بيا، كلينا الطعام مع بعضياتنا، درنا تسالينا هضرنا، مشى معايا بزاف الاماكن اللي مشيت لهم ديك الساعه. انا في الرباط كان عندي شي شغلات نقضيهم. السيد يحترم، مواقفه تحترم، عنده مشاكل مع ناس مشتركين، اصدقاء مشتركين مع بعضياتنا. انا ما تيهمنيش كما تنقول لك، انا لا اخذ الحرب بالوكاله. هذاك السيد يحترمني رغم انه دار بيا شكايه قبل بواحد الموضوع تافه، دار بيا شكايه وطلعت وقلت لي احترمك. بالنسبه لك انت تافه، ولكن الجمهور باغي يتعرف على نور زين وقتها.
شنو هو المشكل ديالها؟ علاش دار هاد الشكايه؟ الشكايه تاع بعض الصور اللي كنت حطيت انا في الكونت ديالي تيخصو واحد السيده عايشه في الامارات اللي كانت بغات دير فيلم حتى هي، كانت مليون بالافلام، كانت بغات دير واحد الفيلم، كانت تظن بانني حيت قصيره. هو قدم شكايه بالاسم ديالها بالوكاله ديالها، واحترم له تطبق القانون. هذاك السيد بالنسبه لي الاب ديالي الروحي، وله كل احترام وتقدير مني، رغم انه عنده حظ مع ناس اصدقاء مقربين ليا، ولكن هذا الشيء ما تيهمنيش. انا تيهمني هذاك الشخص ما حدو انا ما ادانيش او لا او لا ما ادانيش كشخص، او لا طلع قال فيه شي كلمه خايبه، فانا اكين له كل احترام وتقدير، وتيبقى جمعه بحقوقي في المملكه المغربيه. اوكي، شنو رايك علاش المزيت ما ناضش ياك عنده جمعيه حقوقيه، علاش ما ناضش عمس اذا كيشوف ندى حسين عمس هي وراجلها ونوف الموسى كيستحمروا في الشعب ولكن ما تحركش، لم يحرك ساكنا، علاش زعما ما تدخلش؟ ولكن اول دخل غير حاجه في الملك. بما يخص قضيه ندى حسي، هو اول واحد كان دار شكايه ومشات عنده حريوده وتترغب وتبوس رجلين واليدين، وكان تنازل، ومن بعد وقف معاهم في هذيك الوقفه اللي كانت طلعت يثبت المغاربه غير فيهم حمير. كان دار شكايه بها قبل. ثاني حاجه في خصوص نوف الموسى، نوف الموسى فين تيسكن دابا؟ اين يقيم؟ في الديار التركيه، ويحمل جنسيه تركيا. اوكي. يدير شكايه. اوكي، غيدير شكايه. كيفاش غيدير شكايه؟ هو عنده وكاله من نوف الموسى، هو عنده دايره توكيل من نوف الموسى. كيفاش غيدير شكايه بنوف الموسى؟ وبايش غيدير شكايه بنوف الموسى؟ باقي لك مشيتي لتركيا دير انت شي شعار ولا سنان ولا شي حاجه بحال هكا؟ انا شوف، انا شخص متصالح مع الذات ديالي، وماشي ضد عمليه التجميل. انا مع عمليه التجميل. انا امكانياتي الماديه او لا ولا انا باش نحس انني ما ناقصني والو، تصالح الذات مع الذات ديالي، تنظن انني ما عمرني نقدر نلتجئ لهذوك العمليات، والا اضطريت انني نلتجئ لهذوك العمليات غنلتجئ لهم. اوكي، شنو علاقتك مع مولاي الشريف وشنو السبب الخلاف ديالكم؟ مولاي الشريف شخص عادي، انسان عنده جريده الكترونيه، رجل اعمال، انسان كل داير بحال تسونامي، كل نهار وموجته، كل نهار وموجه عليه، شنو تطلع ولا تهبط. كان مشكل وقع معاه، مشكل ديال المشكل اللي عاودت لك انا ديال هاد السيده اللي كانت في الامارات، التجأت ليا قالت لي بانه اسمح لي السي نورزينو، هاد جوج السيده جوج المرات وهي كدوز حدايا، شكون هاد السيده؟ ما كاينش علاش نذكر الاسم ديالها، لان بيني وبينها القضاء. السيده عايشه في الامارات، وهي كانت السبب في دخول الاخ مولاي الشريف في السجن بالاتفاق مع نوف الموسى، على ما كنت عرفت بان اتفقوا، ونزلت عليه باطو في الامارات لانها تشتغل مع الشرطه الاماراتيه، ودخلت الاخ مولاي الشريف في السجن، ورافع عليها هو دعوه في المغرب من بعد الخروج ديالو، رافع بها شكايه في المغرب. كيفاش بالتعاون مع مولاي الشريف؟ لا، لانه كان المشكل ديال سفيان طال اللي هو نوف الموسى، كان عنده مشكل مع ايوب، وكان في الامارات، وكان بابتزاز، كان هناك ابتزاز على شي فلوس، ما الفلوس لحيتيه الموضوع ما دخلوش لانه ماشي انا صاحب الشان. هي دخلت في الموضوع، اتفقت هي ونوفل، ونزلت باطل على مولاي الشريف، ودخلته السجن تما مده 3 اشهر يمكن. وكيفاش قضيه انت كتقول لي صراعات وكاين شكايات وشنو على ما حد يشاع ويقال بان مولاي الشريف عنده لي زافير في تركيا عباره عن دي زابارتمون بالشراكه مع صوفيا طالون وفي الموسى مع مولاي الشريف، اليوم كتقول لي انت بيناتهم شكايه؟ كان مشكل قديم، تهضر على مشكل قديم، ماشي داير به شكايه بنوف الموسى، داير شكايه بالاخت اللي كاينه اللي عايشه في الامارات. اما الشراكه ديالو في لي زابارتومون اولا مع نوف الموسى الحياه الشخصيه، الصفقه الشخصيه ديالهم بجوج، الله يجعلو يديرو حتى القصوره. ياك ما حد القضاء والامن ما كاينش هناك شبهات ولا كاين شي حاجه وما تلتجؤوش للقانون، ما كاينش واحد يلتجأ للقانون، ما تنظنش انه العلاقه ديالك مع مولاي الشريف الملقب
الاسم ديالو ايوب الناجي الملقب بمولاي الشريف. بدات كيفاش وكيفاش كانت الصداقه ديالكم ولا تعاون ولا مجرد مصالح ومعرفه سطحيه؟ انا عاودت لك علاقتي بهذاك السيد بدات في ديك ولكن علاش قبل فجاه تحولتوا لصراعات؟ صراعات، لانه هو كبيره، حاول. صراعات كبيره. صراعات كبيره لانه كان هناك تحريض بوضع شكايه ضدي، وصلني ما يفيد، وكان تيحرض عليا باش يوضعوا الناس شكايه ضدي. ما عرفتش علاش كان واخد مني موقف. موراها كانوا تنازلات، كانت بزاف د الحوايج، وبطبيعه الحال هو تدخل في هذا الموضوع وكانوا تنازلات. من تما بقات صداقه. شوف هذاك السيد كما قلت لك داير بحال تسونامي. اوكي. له كل احترام والتقدير. ما ادانيش، ما كاينش علاش ناديه. ما وصلنيش، ما كاينش علاش نوصل ليه. تيبقى بيني وبينه كل احترام والتقدير، تيبقى صديق وعزيز. ما حد ما كاين والو، احنا اصدقاء. مشيتي لموريتانيا، علاش مشيتي بالضبط؟ شنو مشيتي دير تما؟ جيت لموريتانيا لانه فاش شديت في الحبس 3 شهور كانت عندي ثلاثي 6 شهور، وكنت عارف راسي نعاود ندخل الحبس. مشيت لموريتانيا على اساس باني نكمل 6 شهور نعاود ندخل ونشوف الحل راسي، لان اصلا كنت باغي نمشي للجزائر عند الاب ديالي، ولكن قررت في الاخر بان ما نمشيش تما، غنجلس غير في موريتانيا. دزت نواديبو في شهر وعاود دخلت. نواديبو وقعوا لي فيها قصص طويله، تعرفت على اشخاص اللي لعبوا بالدماغ ديالي شويه، وهذه من تما كانت الانطلاقه ديالي معرفتي بالناس اللي كنت ممنوع ندخل المغرب انا بسبب ديالهم. مورزينو، كنتي تعرضتي لاغتيال في واحد المنطقه في المغرب، ذكرني في السميه. طوق الاربع. عاود لينا هاد القصه، شنو طرالك وكيفاش خرجتي منها وما وقع لك والو؟ انا كان عندي مشكل مع واحد السيد كان محامي ديالي قبل ما كنت ندخل المغرب. كان عندي مشكل معاه، وقع مشكل معاه. كان المحامي ديالي عادي، كان تيقول لي ما تدخلش المغرب لان كان دخلتي المغرب غتدوز على القرعه وغادي يحاسبوك وغادي يديروك وغادي يفعلوا لك. صافي ما كنتش عندي فكره انني نقدر ندخل المغرب. موراها فاش وقع العافو وجا العافو وكلشي، وقررت اني غندخل المغرب. هو ما عجبوش الحال، قال لي ما تدخلش المغرب، ما خصكش تدخل المغرب، غادي يقلبوك وغادي يديوك، غادي يعتقلوك من المطار. لكن المحامي ديالي الاستاذ زراشي ديك الساعه كان قال لي بانه ما غتوقع والو، وتكفي ما توقع والو لان كان تخوف. صافي فاش دخلت ما عجبوش الحال، ولات طلع تيهاجمني عند المهداوي، الصحفي المهداوي دار عليا حلقه تيهاجمني، تينعتني باقبح النعوت، تيتهم اتهامات خطيره. طلعت انا جاوبته يعني في المواقع، وجاوبته في الواقع بشكايات حطت ضده. فاش مشيت انا المره الاولى سوق الاربع، مشيت درت شكايه عاديه، قدمتها حطيتها وجيت في حالاتي. المره الثانيه جيت لهنا اسبانيا، عيطوا لي قالوا لي خاصك تجي تقدم عند قاضي تحقيق في الجنايات. قلت لهم مرحبا. قلت لهم يستمعوا لي في واحد الشكايه، كان خاصهم يستمعوا لي. هبطت. فاش هبطت كان خاصني نمشي لسوق الاربع يستمعوا لي تما في كوميساريات سوق الاربع، لانه هو تيسكن في سوق الاربع. مشيت انا ومول كمامه اللي هو يوتيوبر. ديك الساعه الاستاذ زهاش ما كانش، كان في الكناس عنده جلسه، على اساس بانه غيكمل وغادي يجي عندنا تما. انا مشيت باش يستمعوا لي عادي كاي مواطن. لبيت الدعوه ديال القضاء المغربي غادي يستمعوا لي. انا قبل ما ندخل سوق الاربع فاش كنت غادي في الطوموبيل، السيد اللي معايا قلت له شوف، قلت له اليوم غنموت. هو بقى تيضحك، قال لي شوف انا كنت صافي تشرب قهوه، انت ديما تبقى دير لي هكا، عندك واحد التفاؤل خايب. قلت له لا، انا اليوم غنموت ولا توقع لي شي حاجه، اما غنتخصى في وجهي اما غنموت. بقى تيضحك، خضاب امور تاع الضحك. انا فاش وصلت، انا صاحبي كنشد عليا، ملي كنت غادي ديك المره الثانيه ما كنتش مرتاح. مشيت لسوق الاربع، دخلنا لمدينه سوق الاربع عادي، دخلنا الكوميساريه. الباب الكوميساريه بدا الفيلم انه فاش دخلت انا باب الكوميساريه انا عندي باسبور ديال شتي. داك الباسبور ديجا قدمته لهم، ديما عطيته لهم وتنعطي الاقامه ديالي. انا كانوا عندي 3 تليفونات في يدي، قال لي تخلي تليفوناتك هنايا لتحت وغتطلع الفوق، لانه خاصك تبوانتيك بعدا لتحت وتخلي تليفوناتك وباسبور ولا. قلت لهم اوكي. انا قلت لي دقيقه، هضرت مع السيد اللي معايا، قلت له شوف، قلت لي انت تليفونات عطيهم واحد وخلي واحد، ما يمكنش كامل نعطيو تليفونات وقعت شي حاجه باش نشوفوا شنو كاين. قال لي اوكي، سمع لي الكلام ديالي، خلى التليفون عنده وواحد عطاه لهم. وطلعنا الفوق على اساس بان غنتسناو الضابط غادي يجي غيستمع ليا. ودابا المشكل هو انه في الباب شدوا الباسبور ديال واحد السيد، شد الباسبور ديالي هو بوليسي سيفي، شد الباسبور ديالي تيقول لي انت كيفاش تاخذ الفيزا باش تجي، بواحد الطريقه استهزائيه.
شد الباسبور ديالي بقى تيقلب بواحد الطريقه بحال بغا يقطعو. انا من النوع اللي ما نتعصبش وبقيت شاد في راسي. دورت عند السيدي معايا قلت له شي حاجه غتوقع اليوم. المهم حطيت الباسبور ديالي، حطيت التليفونات ديالي، هو حط التليفون واحد بقى عنده وطلعنا الفوق. هو غير مرافق ديالي اوكي، حط بقى الفوق. انا دخلت المكتب، دخلت واحد المكتب كبير فيه 6 الناس، وفيه الرئيس ديال الشرطه، وفيه الشرطيين الاخرين كلهم جون، وفيه واحد الطابلو كبير. داك الطابلو فيه الاسماء ديال الشرطيين وفيه التصاور ديالهم. انا المره الثانيه يعني تيستمعوا لي، تمشيت ما تيستمعوا لي، يعني عادي، اجراء عادي. دخلت جلست، انا جلست سدوا الباب. المهم بقى تيستمع ليا ويقول لي، تيستمع لي في الشكايه ديالي انا شنو واقع، ويقول لي قال لي انت عندك واحد الشكايه حاطه ضدك المحامي فلان فلاني، وراه هو اللي تحت في الباب، وراه تيغوت في الباب، وخاصنا نستمعوا لك في الشكايه. انا نطقت بحكمي تنعرف شويه في القانون، قلت لي ما يمكنش تستمع في الشكايه، انا جاي وانتم تستمعوا لي في الشكايه اللي انا حاط ضده. ما يمكنش تستمعوا لي في الشكايه وما كاينش استدعاء، يعني ما يمكنش تستمعوا لي في الشكايه اللي غادي تجي. ما عجبهمش الحال، وقع واحد شنآن تما لداخل في المكتب. اوكي قلت اوكي غتستمعوا لي، تستمعوا لي مرحبا. لا دابا انا عندهم الداخل، يعني ما كاين بوحديتي. بقاو يستمعوا ليا، وصلنا واحد البارتي الفيديو. هذاك الفيديو بقاو يستفزوني به، تيقول لي داك الفيديو شكون. انا بقوه الاعصاب قلت لهم مولاي الفيديو هو المحامي. اوكي صافي بقات منك عطاوني المحضر. انا عطاوني المحضر تنقراه. انا يمكن على بالهم انا ما نهضرش باللغه العربيه وما ما فهمتش شنو فهموا. انا من النوع تنقرا لقيت واحد البارتي لداخل شنو فيها بانه تم اعتقالي. دابا انا جاي بجلي، وهما كاتبين بانه تم القبض عليا، وانا جاي انا جاي يستمعوا لي في شكايه اصلا، فهمتي؟ انا ولا ندور. قلت ليه الشاب؟ قال لي نعم. قلت ليه واحد الغلط هنا يمكن ولا؟ قال لي شنو؟ قلت له شنو؟ قال لي يمكن غلط. قال لي غير سنسنو غنصلحوه. قلت له نو، قلت له ما غنسنيش ويتصلح هذا الشيء. قلت لي ما غنسنيش. المهم بقى واحد ستاجير تما، باقي نعقل على سميتو، واحد ستاجير بقى تيستفزني. انا بقيت نتثبت، قلت له نمشي للطواليت. قال لي اوكي. في لومور قال لي طويطه هي اللي في المكتب. قلت لي لا مشيت طويط ليه، انا غادي باش نهضر مع السيدي معايا. مشيت للطواليت وانا تكيت على ودني، قلت لي واحد الامور ما عجبتنيش، شي حاجه غتوقع. قلت لي عيط المحامي ديالي شوف شنو كاين. فريمون داكشي كان، عيط المحامي ديالي. انا ما عرفت شنو وقع. من بعد رجعت للمكتب، قال لي عطيني الباسبور ديالك. عطيته الباسبور، قال لي انت راه الاعتقال. بقيت نضحك، قلت لي راه الاعتقال. قلت لي ولكن المحامي اللي لتحت تيغوت، غتجيبو تا هو تعتقل معايا، لانه بجوج باش نتقدموا عند وكيل الملك. قال لي لا انت غتعتقل، انت راه الاعتقال وتقدم عند وكيل الملك. بقيت نعقل عليك الساعه يمكن الجمعه ولا الخميس، وقال لي غدا غتقدم عند وكيل الملك. انا جاتني واحد الهستيريا تاع الضحك. انا ملي سمعت الاعتقال وشفت الباسبور، انا ضحكت، انا بقيت نضحك. جات واحد الهستيريا الاعصاب ديال الضحك. الناس اللي قابلين تيعرفوا هذه القضيه. بقيت نضحك، قلت له مرحبا، قلت له اوكي. صافي بقيت جالس، رجلي توصل عند فمي بالنيرفيوز والاعصاب. قلت له عطيني قرعه المنشط، عطاني قرعه مفتوحه. ناقشنا على الماء عاوتاني. قلت له قول سيدي معايا يمشي يجيب لي قرعه الماء، ما نشربش قرعه مفتوحه. المهم بقينا، انا شنو درت؟ ضوات وجهي للطابلو، شفت السنيه طق 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 طق. انا ممنوع تما باش نعرف مع من نتعامل شكون اللي قدامي. صافي جلسنا. المهم وقعوا شي حوايج اخرين ما كاينش علاش نقولهم في نفس السوشيال ميديا. دخلوا تيخرجوا لان الاعتقاد ديالي اول حاجه انا شخص اجنبي اوكي، ما عنديش جنسيه مغربيه واجنبي وجاي برجلي وجاي باش يستمعوا ليا، يعني باش تعطيني امر اعتقال غير قانوني. ولا كنت تعتقل المحامي معي باش نتقدموا انا وياه وتمشى عليه المسطره اوكي. دابا شنو فهمت من بعد؟ بانك السيد شاد سوق الاربع. سوق الاربع بحال قلتي عند واحد الحاجه بوحديتها، هو شاد، هو تيعرفوه، يعني كان حاكم لازون، فهمتي؟ صافي وقعوا بزاف، بقيت شي 3 سوايع وانا جالس. المهم كاين شي حوايج واحد اخرين. رجع لي الباسبور، قلت لي غنسني على داكشي اللي قلت انا، شي حاجه واحده اخرى ما قلتهاش ما غنسنيش عليها. رجع لي الباسبور،
قالوا لي حنا خاصنا نخرجوا نواكبوا معاك، تخرج من سوق الارباح باش ما يبقاش شي اعتداء وشي حاجه، لان ناضت عليه العجاجه في الباب الكوميساريه. هذاك السيد شنو دار؟ المحامي مشى جمع الناس جاو قدام الكوميساريه. فاش هبط انا ما كان حتى واحد، ما كان حتى واحد في الكوميساريه. هبطنا ركبنا الطوموبيل، هما معنا البوليس في الطوموبيل ديالهم الثانيه. الطريقه امجد ديال الكوميساريه، الباب الكوميساريه الكبير كاين قدام الطريق الكبيره، يعني اللي تجيبك واللي تديك. هما شنو داروا؟ دخلوني في وسط الديور. معايا امجد؟ معاك وي معاك بيان سور. دخلوني في وسط الديور. احنا غاديين بالطوموبيل في وسط الديور، الطوموبيل تاع المحامي مرسيدس جات هي ضربت الطوموبيل، ضربتنا، داز بينا الطوموبيل. معنا البوليس دابا ضربنا، دابا البوليس هما قدام بالطاردو ديالهم وحنا اللور. اصلا فاش دخلوني ليك الجهه انا قلت سيدي معايا، قلت لي شي حاجه دابا فريمون حنا غاديين واحد الطريق انتيغدي، ممنوع الطوموبيل تجيك. حنا غاديين في الطريق عاديه وهو جا في انتيغدي، ويضرب لينا الطوموبيل طق ضربات. انا صافي عرفت ان باغي ننزل سيدي معايا، قال ما تنزلش. جا البوليس وقف قدام الباب ديالي، جا هبط هو وهبط معاه واحد السيد شمكان بجوجهم، هبط معاه واحد الشمكان معاه هاز موس. تيقول لي طلع فوق الطوموبيل، المحامي طلع فوق الطوموبيل ديالو دابا قدام البوليس، تيقول لي قتل مو هذاك الزا هكا. انا اللي نغوت البوليس نقول لهم خدموا على الاقل. انا شنو خفت؟ انا ما خفتش منه، انا خفت ينزلوا الناس، لانه تيغوت وتيهضر وتيقول لهم زا، فهمتي؟ خفت يهبطوا لان في وسط الديور يهبطوا الناس. يعني يعني هذا السيد كان كيدير باغي يطبق عليه داك الخطه، يعني داك الناس مع الناس ديال سوق الاربع يعرفوا يعني اصحاب الباديه وصافي الناس متحفظين يعني او متحول جنسي دخل نوضوا ليه فعلوا ليه تركوا ليه. ولكن انت كتظن كيفاش واش السيبه كاينه في البلاد ولا ما فهمتش؟ لا هذيك المنطقه باش تفهم انا جيك الموضوع، ديك المنطقه وقع فيها السيبه، ماشي معايا بوحدي، وقعت مع ناس واحد اخرين. جا البوليس دخلوا، كانوا السلاح الوظيفي ديالهم، لانه كان واحد وقف لانه عارف جا لاخو تيضرب لي الجاج تاع الطوموبيل. صورنا سيدي معايا جي صور. المهم دخلوا البوليس وهادي تيهضروا معاه وهادو تزوينه. انا ما خلاونيش ننزل من الطوموبيل، انا غادي نتزعزع من الطوموبيل باش ما ينزلوش الناس، اللي كنت عارف شنو بغا يدير ليا. بغا ينزلوا الناس والناس يهجموا عليا ويقولوا انا ما درت والو، فهمتي؟ الخطه ديالو شنو كان دايرها. من دخلوا البوليس قال لهم منون وكحل عليهم واش يخرجوا من سوق الارباح تيمشي الفيديو. عطيناهم التليفون، الفيديو كان فيديو شنو وقع. انت كنتي كتصور سيدي معايا صور شنو وقع. لانه كون ما كانش داك الفيديو وفهم شنو دار من بعد. هو دفن التليفون تحت الكوسان والتليفون الاخر عطيناه ليه، قلنا ما كاينش الفيديو. هما البوليس تيسيسو باش انا نخرج من تما، لان هو وقف لينا قدام الطوموبيل بالطوموبيل ديالو. كيفاش هادشي كامل واقع في حضره السلطات وما فهمش وما تحركوش؟ حاضر، حيت كانوا معاهم مواكبه ديالنا باش نخرجوا حنا من سوق الارباح، كانوا غاديين معنا باش نخرجوا من سوق الارباح. المهم فاش خرجنا حنا، خرجنا من الطريق، البوليس قنعوه باش يحيد الطوموبيل. حيد الطوموبيل يعني نورمالمون ما دارش كوسطا، خاصها كوسطا، خاص يجيو الناس تاع الحوايج السير، لان الطوموبيل ضربات الطوموبيل فاس فاس، سي جينا انتردو ضربنا. انا تنقول ماشي غير في هادشي، خاصني نخرج من سوق الارباح. خرجنا سوق الارباح، وصلت سوق 3، خرجنا ديال سوق الارباح كاين سوق 3، سوق 3 طحت. نزلنا وقفونا الجندار حيت كنا بسرعه، وقفوني الجندار 6 تاع الجندار باقي تنعطي عليهم ليجون. انا طحت غيبت سيدي معايا التخليع صافي. انا قوه الاعصاب الداخل وادي طحت. فاش طحت جاو لقيت حليت عليه، لقيت الجندار عند وجهي، جاو بيا قاعه الماء تيقول شنو واقع. واحد فيهم عارفني وشنو واقع بقاو تيعيطوا. قال لهم دابا يركبوا ويجي يكملوا الطريق ديالهم. انا ديك باش نوض باش ما واحد تجيك واحد الحاجه وحاجه مور حاجه، حاجه مور حاجه، حاجه مور حاجه، راه تيقول لك راه الاعتقال، شنو تيقول لك راه جاو شنو تلاقى لينا هذاك، مو شي حوايج متابعه. من بعد شنو قال السيد؟ قال بان هادشي اللي عاودت لك دابا كذوب. ولكن زعما انت قلتي عندك فيديو كان كيصور السيد. دابا هو ما شافش الفيديو، دابا هو على بالو ما كاينش الفيديو، لان فاش قلب التليفون ما لقاوش الفيديو.
والفيديو كان في التليفون الثاني ديال السيدي معايا دافنو تحت الكوسان. فاش مشينا انا اول حاجه درتها قلت لهم الفيديو كاين تما. وصلت الرباط كازا عند الفرقه الوطنيه، شكايه مباشره به وبالامن اللي كانوا. دابا شنو وقع؟ هو غبي دي صحابو الفيديو ما كاينش. فاش قدمنا الفيديو فرغنا وقدمنا الفيديو عيطوا لهذوك الجوج البوليس اللي كانوا. علاش البدايه ديال الصداع بينك وبين هذا المحامي علاش؟ وكان المحامي ديالي قال لي ما تدخلش المغرب، كان تيشجعني باش ما ندخلش المغرب، خليني نبقى نسب يعني. وكان مع ناس واحد اخرين. علاش هذا الشيء ما حطيتش الفرقه الوطنيه باش يديروا معها اللازم؟ وتحط وداك الشيء اللي ما عجبوش. فاش هبط انا اول دخل المغرب راه حطيت كلشي امجال من بينهم هذا الشيء ديالو. هو ما عجبوش الحال، بغى ينتقم. الفرقه الوطنيه الفرقه الوطنيه تقدم جنايات، دازت الجلسه الاولى، الجلسه الثانيه، الجلسه الثالثه، الجلسه الرابعه غنكون حاضر فيها. عن جنايات محاوله القتل، الجريده الرسميه كاتبين ها هي الصباح وكاتبين محاوله القتل. والبوليس اللي معايا اللي كانوا تما والبوليس اللي كانوا شهدوا معايا بانه الواقع اللي قلت انا في الفينال هذا السيد دخل الحبس ولا شنو دار؟ مازال، لان القانون المحاماه لانه خاص تشطب عليه من نقابه المحامون. عرفتي تلجا، لان ما تنساش القانون المغربي بان الانسان تكون عنده حصانه. محامي خاص نقابه المحاماه تشطب عليه. مشيت هادشي كاين في نقابه المحاماه في قنيطره، نهار كنت نتلاقى تما مع لي بارا دات لاخر شي كاين تما وتشطب عليه من مزاوله المهنه ديالو. الان اخر جلسه عندنا انا وياه هي هذه، هو وسيدي معاه وجوج بوليس اللي كانوا حاضرين شاهدين معاه. دابا ساليتو هاد الدوسي ولا مازال؟ لا مازال كاين اخر جلسه. وفوقاش غتهبط لهاد الجلسه؟ انا ان شاء الله في شهر 10. مزيان. اوكي نوزينو نرجعوا لصوفيا طالوني الملقب بصوفيا طالوني اللي هو له في الموسى. عندك يد معاه في اجهاض بعض البنات. كنتي كتوسط انت كنتي كتوسط لصوفيا طالوني او بجوج فيكم كنتو كتوسطوا لشي طبيب باش ديروا اجهاض للنساء. وي عندي ما يوفي. كنديروا اجهاض تنديروا لاسلكي. لا نتوما اللي كنتو كتوسطوا لواحد الطبيب كندير عندي ما يوفي. عطيني ما يوفي. مرحبا. الاخوان وقيلا رحمنا لكم الوالدين شويه د البارطاج والتكباس. غتخليني نسمع الاوديوات كاملين وعاد اين اوديوات؟ اين اوديوات؟ اوديوات ديال واحد السيده غتسمع وعطيها حقيقه. مرحبا. عليك بس يعني وحده بس بالله عليك مسكينه كتير 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 عاوزه مساعدتك. الله يستر عليك. ما تفكر الطرق كلها وقفت والله يجينا. ولا انا ساليت اختي. انا اختي ساليت. قولي لي اخويا كيفك؟ ان شاء الله بخير يا رب. عاوزه ابعت رقمك ان شاء الله باذن الله لبنت خالتي حامل عاوزه حب. بالله عليك وقف معاها. اختي غنشوف لك رقم الاوضه اللي كان عندي وغادي نوري لك حتى انا كنت درتو مؤخرا، درت كورطاج ديال الموضوع. كورطاج انا كنديرو ليه شي 1500 ليره بس وانا غنشوف لك رقم. الحمد لله لقيتو عندي. شوفي هذا الشيء اللي ديتي معاك 1200 هذوك بقيت تبكي عليه فهمتيني. في مشكل يحيدولك. انا نقول لك الاردني كيحيدو ب$1000 ما كلبشتي عندهم بقيتي كتبكي. كتسمعوا مزيان الاخوان لتحت؟ دابا بقى شي 7 شهور حيدو اختي فهمتيني. دي معاك وليداتك وسيري وبكي عليه. هو راه في الفاتح فهمتيني. كل اللي بغيت نجي عندك نمشي عندو دي معاك الدراري ديالك وبقيت تبكي عليه فهمتيني. نقول اخويا ما عنديش وهذا ولا راه يوقف معاك ويدو زوينه حدا واحد الملعب ديال كرة القدم
فهمتيني تما كاين يعني الحضره حبي نهار الجمعه ان شاء الله غادي يبدا فهمتيني سيري زربي على داكشي صاحبتك شنو غتحيدي يبارك فيك الزين حسينه والله يبارك فيك واش درتي يا صاحبتي كاع ما سولتك شنو درتي قال لي كنعرف كتفشي حبه لتحت اختي كتشربي حبه فوق هادشي اللي كنعرف خلي فيها خليتها ديال مريم غزل كانت عريس الحمد لله شنو طرا معاك اختي شنو نسال هو المشكل حيت الكلمه كتحيدو كبير كتحيدوش باقا صغير وقع لك بحال هكا وقع ليا درتو وجا عندك الناس ديك الناس بشي شويه وصافي وبقى لي وبحال غادي يدير الريحه وتمشيت عند الدكتور ودير لي كورطاج كامل شويه راه باقي صغير كان شهرين ما نزلش هو دائما الفنيد كينزل لي كيقول لي ولا عنده 5 شهور 6 شهور كبير كيطيح هذا كيقتلو كيخلي داخل عندك فهمتيني كيعطيك ديك الامور الجسميه بحال الطيران وكيبقى تما ميت وكيخلص الجسد شي مشكله انا كنكمل داك الشهريه كامل ضربت كامل ضربت ماتشي 7 واحد 8 درس وما بالك والو كان واحد شويه الزحمه وجا ملي كنتي كتاخد واحد القياده ديال الكونفوس الطيب هذا وقع لي مشى الطبيب قال لي البنات صاحبتي البنات عندهم 5 شهور داروا كاينه بغاو يزحموا كيخرج لهم مع الراس داكشي كيمشيو يكملوا في الطبيب يعني بحال طاح لهم مع الراس هذا هو المشكل تبقى خاصة في بالك فاش جا داك الكيان 350 وصدق في جهة الطبيب خسرت عاوتاني 1500 كانت رخصة كتحط عند السوق هي اللي وقع ليا أنا والله هاد السيده كانت خدامه مع نوفل سميتها نوال شنو رايك انت وطالوني ونوال؟ هاد السيدة تنعرفها اللي كانت لأن كانت وقع مشكل في 2020 نهار ما زدت واحد البنت تقتلات في الدار القديمة تاع الطبيب وهادي فريمون كان واحد الكلينيك كان تيشتغل هو الحساب ديالو نوفل وكان تيدير كونطاج ومن بينهم البنت اللي ماتت تقتلات نوفل كان تيدير كونطاج وهذه البنت كانت صلبات اودنيات وكثر من هادو كاين اوديت واحد اخرين تيفصلوا وتيقادوا مع الاكراد والسوريين مع هذاك الكلينيك اللي كانت صوفيا تدير ليه اشهار في هذاك الوقت تدير كونطاج. وشنو رايك انت في هذا الشيء؟ طيب ديالي باش تعرفوا انايا كانت وكان ولكن انا الراي ديالي شخصي هو هاد الناس هاد السيده هذه الان خاصهم يقدموا شكايات. فوقاش طرا هذا الشيء؟ 2019 اوكي 2019 عندك ما يفيد شي حاجه واحده اخرى على صوفيا طالوني؟ كاين بزاف. انا شوف يمكن اتجنب الان البوح بزاف الامور نخليها من بعد وما تسولنيش علاش نخليها من بعد ولكن كاين امور اللي اخطر من هذا الشيء خطيره بزاف 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 واحتفظ انا من والبارح كنا في واحد البث عطاك لوتوريزاسيون. انا ما بغيتش دابا نقول اتحفظ لنفسي في شي حاجه اوبليجي خصني نهضر اذا كنتي كتدوي من فراغ عطاك لوتوريزاسيون قال لك دوي اللي عندك هذه هي المناسبه باش تعطينا باش الشعب لا ما نقولش. شوف انا اذكى يعني نطيح ما تنساش بين تربيت الخونه تربيت على يدهم 7 سنين وما اللي تقول بمضى ما تقول بجوج واللي باغيين يوصلوا ليه ما عمرهم غيوصلوا ليه. انا ديك البلاد نبقى نمشي لها ونجي لها. شكون هما؟ شي بزاف. عطينا امور. شوف
انا اتحفظ علاش خايف من صوفيا طالوني؟ انا اتحفظ لنفسي. هذا خاص تحترم القرار ديالي. علاش خايف من صوفيا طالوني؟ تخاف انت واحد خاف من اللي خلقني. الوغ علاش ما ول البارح يعني طلبتي على يعني سيدي؟ ما تنخافش انا، يعني ما تنخافش من صوفيا طالوني غنوض نهضر. كاين امور قانونيه اخ امجد. امور قانونيه، ولكن البارح ملي عطاك لوتوريزاسيون قلتي لي اوكي. لا ما كاينش اوتوريزاسيون شفوي. شوف كيفاش ما كاينش اوتوريزاسيون شفوي. شكون قال لك هضرتي معاه انت وصوفيا طالوني؟ واش في نظرك انت سي فغي هاد الشيء، هاد المشاويه الملقبين بالمشاويه، داكشي اللي كيقولوا كامل باللي راه كيمشي كيزرع فيهم السيده، كيتعدى عليهم، كيصورهم عريانين، شنو رايك انت فيه؟ كاين امور كاينه وكاين امور ما كايناش. وثاني حاجه دوك الناس دابا طالعين تيهضروا، سوا اللي تيدافعوا عليه، سوا اللي جايين في صفو، سوا اللي جايين ضدو، غنخير فيهم ما عرفتش شكون تقسيم المحاكم المغرب. شوف كاين واحد الامور الانسان خاصو يكون اذكى ويقرا قبل ما يدير اي حاجه، ويقرا قبل ما يقول اي حاجه، لان الدنيا علمتني بزاف، لان اللي خلاني 7 سنين ما تخش المغرب علمتني بزاف. ثاني حاجه كاين امور قضائيه وقانونيه ما يمكنش اخ امجد انا نحط راسي على لا خلي القانون ابار، حوايج قضائيه ابار. اسمع انت البارح عطيتيني النمره لايف، وهو هذا قضائيا. ما بغيتش نقول دابا ما بغيتش نقول. علاش؟ ما بغيتش نهضر هكاك. واش ما تعرف يمكنش نقول التهديد؟ ما يمكنش نقول علاش الامور علاش من بعد. لا اخي واحد يتهدد هو انا، من بعد غنقول علاش، ولكن الان انا قراري خاصو يحترم. ما يمكنش نقول شي صحه عليا، انا صاحب الشأن، انا ما باغيش ندوي. كونيكسيون عندك ثقيله. كاين امور تتقال في اللايفات وكاين امور ما تتقالش. نورزين من خايف؟ انا ما عندي كنخوف حتى شي حاجه. انت الوحيد اللي ما عندوش خوف من شي حاجه. نورزينو يقال ويشاع كتقيل مع شي رباعه ديال النصابه في لي زابيل الكامل. شنو رايك؟ فين؟ في لي زابيل. انا اخي واحد بعض الشرادمه كيقيلوا في لي زابيل بحال الشيخات في الله، كيهضروا على عباد الله ويبلانيو عباد الله باش يديروا الافلام ويستحمروا الشعب، انت كتكون معاهم. لا اسمح لي، انا عمري ندخل شي فيلم وعمري ندخل شي ابي فيها شي فيلم. انا ابيلات ديالي شخصيه تنهضر اميغوس اصدقاء ديالي تنهضر معاهم. اما الافلام انا كون بغيت ندير افلام كون لقيتي عندي مليون في الكونط. انا اخر واحد يدير الافلام ما عنديش شرح بالله. احكي لي شويه بس على داك الحزب اللي داخل فيه. هنا حزب الحزب اللي داخل فيه دابا حزب سياسي اسباني معروف في كاتالونيا وجهه كاتالونيا برشلونه. رئيس الحزب انسان مغربي الاصل وحزب كبير وعنده مقاعد كبيره هنايا. حزب دخلت ليه في 2021 بطريقه غير رسميه، ولكن دخلت ليه بطريقه رسميه في 2024. وان شاء الله علاش لا نتوج بانه نترشح في انتخابات البلديه ديال الجهات مالاغا الاندلسيه هنايا. هذاك الحزب هو من اول الاحزاب اللي رفع شكايه بغالي رئيس جبهه البوليزاريو فاش دجا لاسبانيا. حزب عنده علاقات زوينه مع الدوله المغربيه ومع الاحزاب المغربيه، حزب معروف وكبير، ورئيس الحزب اكن له كل احترام وتقدير، وحزب تشتغل على نفسه. ويشرفني ان رئيس الحزب اصله مغربي. انت شنو الدور ديالك في وسط هذا الحزب؟ عضو ناشط هنا في منطقه مالاغا. شنو قدمتي انت لبلادك المغرب بهذا شنو سميتو بحكم انك عضو؟ وانا ماشي غير عضو في حزب سياسي، عضو في الامم المتحده بجنيف. وي ولكن شنو هو الدور ديالك؟ الدور ديالي هو اللي قدمت، هو يمكن الدخول ديالي للمغرب اللي كانوا فضحت بزاف الحوايج وحطيت بزاف الحوايج وساهمت انه نحبسوا الخونه تاع البلاد يجي ينهبوا في البلاد ويسبوا في البلاد وفي مؤسسات البلاد وفي رؤساء مؤسسات البلاد، ونكونوا يد وحده كاملين نوقفوا باش نواجهوا هاد الناس. وشتي شحال من واحد يخرج لفوق هز الشكاط ويخرج لفوق تيبقى يسب في الدوله.
ولكن كنظن نور زين وانت كنتي من الاوائل اللي سبوا في الدوله. شنو اللي خلاك انا تغير؟ سبيت لانه كنت مع جهه معاديه للمملكه المغربيه. ولكن شنو اللي خلاك تبدلتي؟ حقيقه بانه الوطن اكبر من انه ينساغ مور هادشي اللي كان تيدار. انا كنت فميتو انا كانسان مغرر به بالصغر ديالي، كنت باقي صغير، غاضوني بالفلوس وانتقام، حب الانتقام. سولتيني قبيله على الحبس تشديتي، ولكن ما سولتينيش علاش، لانه من ضمن هذاك المده اللي دوزتها في السجن جاني حقد. وفاش كنت حاقد وطلعت هنايا بقيت ندير لايفات، واول فيديو ضرب لي مليون في فيسبوك ديال السب في الدوله. ومن بعد التجأت ثلاث الناس هذو اللي هما جاو عندي وقالوا لي انت معنا واي حاجه تخصك انت معنا، بشرط انني نبقى نسب. وبقيت زوينه وجلست نسب. اوكي كلاو فميتهم. مرتين. تحياتي لك، شكرا على الصراحه ديالك. ندوزو للفقره ديال الجمهور. الاخوان الجمهور اللي عنده شي سؤال يطرحه واللي باغي يطلع مرحبا. طنخيرينا كطرح لك واحد السؤال، قالت لك اش قرا باش يوصل للحزب ولد خالتي محامي هنايا في اسبانيا. اسمع مزيان، اسبانيا ماشي سهل باش يدخل الحزب السياسي. شنو غتجاوبهم؟ الا ولد خالتك غبي انا ماشي غبي، والقرايه والثقافه وتكون عندك واحد الالمام بالثقافه شيء بسيط. ونزيدك راه ماشي عضو في حزب سياسي، وعضو في الامم المتحده في جنيف، ودخلت تشوفي الكونت ديالي في جنيف في الندوات داخل مقر الامم المتحده. وما جاتش بالقرايه، جات بالعقل. الحمد لله دوزيام اني في لافاك تاخذ الشريعه الاسلاميه، وجيت هنا قوت من نضيع وقتي ونمشي نسرق التليفونات. كنت هنا تنقرا واخد 6 دبلومات وبهم باش خدام. اوكي نور زين، ما كتفكرش تزوج؟ نو نور زينو الا حسن الريفي علاقة. اسمعني نور زينو، واحد من الجمهور طرح عليك سؤال، قال لك ما علاقة لك بمدينة الخميسات؟ مدينه عزيزه على قلبي بزاف. يقال ويشاع فيما مضى كنت متحول جنسي. شو هو متحول جنسي؟ الوان عندي عائلة الالوان احنا باقي الالوان. هو التحول الجنسي هو الانسان تيدير السداد وتيبدل الاعضاء التناسليه ديالو. الممارسه الجنسيه ما يقدرش يشرح. لا الله يجازيك. وانا غنشرحها لك حيت ماشي الدومين ديالك هذا، حيت ما تعرفش في هذا الشيء. انت ملي تجي التحول هذا اتهام خطير. التحول هو انك دير السداد وتبدل الاعضاء التناسليه ديالك. نهضر الله يحمي السجن، ما غاديش نبقاو حوارتونا. انا كنشرح لك عندي عائله لا يمكن نشرح لك. خلينا نهضروا صاحبي، واش نبقاو هكا؟ عندي عائله يمكن انني ونور زين. واش غتخلينا نهضروا ولا لا؟ خلينا صاحبي راه نسجل دابا وانا كنهضر. لا يمكن انني نشرح لك بكلمات زنقاويه. ما يمكنش لي نقول لك ها شنو كتعني. عطيتك انا قول مثليه جنسيه، قول مثليه جنسيه. ما كاينش التحول هو بحال صوفيا طالون. هذا بحال صوفيا طالون. واش راه غنقولها لك راه غيطير الكونط، نقولها لك راه غيطير ليا اللايف. اللهم انت كتعمق ليا في الهضره. الله يرضي عليك. التحول الانسان متحول جنسي. حنا لي زوموسيكسوال كاين فينا بزاف الانواع. كاين لي غاي، كاين بيسيكسوال، كاين اوموسيكسوال، كاين متحول، كاين ترانس. صديقي ما يمكنليش نشرح لك غيطير ليا اللايف. راه ما يمكنليش نشرح. معنيت لك ما تعمقش الهضره. انا شرحت لك المقصود وانت فهم، لمحت لك وانت فهم، ماشي قلت لك تعمق ليا باش يطير لكم. الله يحفظك الغزال. انت شنو علاقتك بشنو سميتو بالمثليه؟ هكذا ماشي بالتحول. لمحت لك انت فهم تصيله وحده. بالنسبه لي انا لا ماشي تصيله وحده. لا كاين حاجه بوحديتها. انا طرحت عليك السؤال والسؤال راك فاهمه. اش راه جاوبني عليه. ما تعمقش عليا في شي سؤال لا علاقه ليه. ما فهمتش شنو علاقتي بالمثليه. ما فهمتش. واش شنو علاقتك انت بشنو سميتو بالمثليه؟ المثليه انا جزء منها. فيما مضى كنتي مثلي وباقي مثلي. جيد. شو تبدل؟ كيفاش طاحت عليك الفكره انك ربي خلقك راجل وانت باغي تولي انثى؟ هذاك حريه شخصيه. بيان سور حريه شخصيه، ما غاديش نحكم عليك انت حر راسك، ولكن بغيت حريه شخصيه. هذه الحريه الشخصيه لا ما يمكنش تشرح لي كيفاش. لان
لان الناس اللي غنشرحوا لهم الدماغ ديال الناس اللي غنشرح لهم هاد الفكره هذه ما تنساش اللايفات ما عندناش رقابه، ما يمكنش عندنا دايس صغار يتفرجوا. حنا برنامج نقي خاصو يبقى نقي، ما يمكنش نشجعوه حنا على شي حوايج بحال الناس الاخرين. تشجع حتى شي واحد، انا كنقول لك شرح لي ما كاينش كان هذا الشيء فيه التشجيع. لا اسمح لي الله يجازيك بخير، كان هذا الشيء فيه التشجيع، وكان مونينكس من الاوائل اللي وراه في الحبس ما تبدل حتى واحد. انا ما باش كنفهمك البرنامج ديالي وانا حاط كنجبد اللي بغيت. اسمع لي الله يجازيك بخير، انا انت يا ضيف ديالي، انا اللي كنسولك ماشي انت اللي غتسولني. انا كنعطيك واحد ليكزومبل، وكان هذا الشيء فيه الشده، وكنشد مونينكس اللي خارج على نص في المغرب اللي كيعلم الاطفال كيفاش تصبحوا متحوجين في 5 دقائق بدون معلم. الو انا كنسولك هذه الساعه الشخصيه ديالك انت، عليك انت كنسولك انت واش كان اعتراض من الوالدين، كيفاش واجهتي الامور، كيفاش النظره للمجتمع، كيفاش طرحت على الفكره. ما فهمتش على المثل اللي تطيح فكره هذاك ميول واحساس وتحفظ به. لا راه عندك هي والموت ما كتشاورش. لا هذاك المثل الشعبي ديالكم انتم، العقليه ديالكم ماشي ديالنا كاملين. على انت ماشي ديالكم كاملين، الهضره ديالكم كامل يكون مونيكس عنده مليون في الكونت متبع. انا ما كنتبعش ذاك النوع، انا عندي عائله ما كنتبعش في الجامع. انا صافي قلت السوشيال ميديا هذاك، قلت السوشيال ميديا باش نتبع على ذاك النوع خاصنا مع سيدي يكون محيدين لي من الحاله مدنيه وولد الزنقه باش نتفرج انا واحد ولد الزنقه له اصلا. كندوي عليك حاليا السي مازينو، قول لي انا تحفظت في الموضوع، ما عرفتش نجاوب في هذا الموضوع. ناقشني فيا، انا ما بتناقش في ميولاتي بعيده، ولكن مجرد سؤال بغيتك تجاوبني عليه. لا السؤال مرفوض بالنسبه لي. انا الدين والميولات مرفوضين. لا انا في البرنامج ديالي انا اللي كنحط القواعد. انت عندي حق ناطق. وهذا الاول انا رفضت هذا السؤال. صافي باقي لك جوج. اوكي. علاقتك مع شوشو؟ نموت عليه. ولكن كان بيوقع بيناتكم شي صراعات؟ لا ما وقعش صراع، بالعكس كان حب متبادل. سبق لك توسطت لشي حد في الامارات؟ لا انا ماشي ولد الشينويه، ما عمرك امارس القواده. ولكن بين ولد الشينويه كان عندك واحد العلاقه معه؟ علاقتي معاه شخصيه، عادي، صديق ديالي. شكون اللي ضربك في السوشيال ميديا؟ ظلموني تنشوف الناس، الغباء تاع الناس مثلا. هو اللي ظلمني، غباء الناس، الشوها الفضايح اللي كنشوفوا، الناس غادا ومسيوقه بحال البهايم، تيبقى فيا الحال ديال الغباء. شكون اللي جرحك بكلامه بزاف من الاصدقاء ديالك هادو اللي ملقبين بالمشاهير بين قوسين مشاوير؟ حتى واحد ما تيقدر يجرحني بكلامه، لانه عارف الا يجرحني بكلامه غيكون شر انتقام. اوكي. السؤال يقول، سؤال من عند الجمهور نمره بريطانيه، سول مورزينو على واحد التطواني مع مرتو كان ساكن معاه. السؤال شو؟ واحد السيد قال لك اسيدي على واحد التطواني طارق مع مرتو كان ساكن معاه، عنده زورق وشعره احمر، كان خدام دي جي. تطواني عنده زورق؟ عما ما كاينش هادشي. لا انت كتسمع ايها المشاهد. هذا السؤال شويه زويون، عجبني الصراحه. نمره اسبانيه. قال لك سولوا واش عمرو حضر السهرات والقصاير ديال مولاي الشريف. الله يحفظ. اش قلت؟ اصلا انا ما عمري تلاقيتو، وما عمر دوك السهرات اصلا ما عنديش معاهم. دوك السهرات الماجينه ما عنديش معاهم. انا انسان محترم تندخل المغرب باحترامي، لاني امثل راسي وحزب مرايا. هذه تباركت عليك. عندي ما يثبت بانك تلاقيتي معاه وهو اللي خلص لك العشاء انت وواحد الرباعه في طنجه السيمانه اللي فاتت. كاين هادشي. عطيني ما يفيد. قلتيها بفمك؟ كاينش هادشي.
مع الشيطان والله ما كاين هادشي. نصونيو دابا حنا في برنامج، شوف لا. حنا ماشي في التيك توك، دابا حنا في برنامج. نصونيو عليه عارف بيان سور راني في برنامج مالي يحسب لك راني في عرفوني سقسي نسولو وانا كنت لقيت بها، كنت لقيت بها في حلقه مولاي الشريف راه قالها، المهم قال لك راه تلاقيت مع الوزير في طنجة هو واحد الرباعه وانا اللي خلصت العشاء، وماشي انا اللي خلصت العشاء، شي ناس خلصوا العشاء كانوا حدا الطبله ديالنا. نو عنده في مو غايبو بيه يقول انا كنت جامي، انا كنت لقيت بها، كنت لقيت به. راه ديجا قالها في الحلقه ديالنا منين داز معانا، راه ديجا هو قال هذيك في حلقته ياك عيطتي سولتيني، عيطتي سولتيني. الجمهور هو الجمهور بيداته راه هو كيكتب لغه الحسد هذيك. لا شوف الجمهور يكتب لي ما يكتبش، انا سولتيني جاوبتك، قلتي واش تلاقيتي مع فلان، قلت لك ما تلاقيتش معاه، خلصت عشاء ما خلصتش عشاء. انا في طنجه تلاقيت مع دنيا كروفيطه، تلاقيت مع احمد شوقي، تلاقيت مع ولد عيشه، تلاقيت مع دودو، تلاقيت مع اصدقاء ديالي، تلاقيت مع الناس اللي كانوا معايا، هادو مع متلاقيت. سبحان الله كتعرف غير المشاويه ديال السوشيال ميديا. ما عليناش، واحد السؤال في ميكتب. لا من الناس محترمين، الناس محترمين. محترمين بالنسبه لك انا في البرنامج تا وجهه النظر ديالك انا بغيت نطرح عليك سؤال. فتيح روتيني اليومي كان باغي يعاونها باش تحرق ودير اللجوء، هذا الشيء كاين ولا ما كاينش؟ لا ما كاينش. عندي ما يوجد. كانت نهضروا على اسبانيا، واش داك في تعاونها حكم العمل ديالي، تسولك بنادم على شي حاجه اللجوء، هذا تجاوب بحكم انا كنقدم اللجوء. تيسولك شي واحد اسبانيا على الوراق، دابا انت تجي تسولني على الوراق، غتسميها لك بانني تنعاونها؟ شنو هذا الغباء؟ وفي اللايف فتيحه روتيني اليومي كان باغي يعاونها باش تحرق ودير اللجوء. لا في اللايف عندها سولاتني على اسبانيا، قالت لي ما كانش نجي تما، وهي تزوجات، جابتو اسبانيوني، جابتو شاب عايش في اسبانيا. امير كول مالو؟ يقال ويشاع انهم مشات ليه 20 مليون، كاين هذا الشيء ولا لا؟ يقال ويشاع امير كول مشات ليه 20 مليون، كان باغي يشري استوديو في مالاغا، وانت اللي عاونتيه يجي، وفي ذاك الليله اللي عاونتيه يجي وجا عندك من مدريد لمالاغا، وفي التالي من يرجع باش يجيب الفلوس لقى يدور. كاينش الهضره هذه. هذاك السيد عايش في واحد الوهم ديالو بوحديتو. باش تفهم واحد الحاجه، داك السيد تنعرفو من 2017، انسان مسكين الله يحسن العوال، شخصيته مهزوزه، وتنعرفو فاش كان في 6. اوكي، هو والحبيب ديالو، هو العاشق ديالو، واللي هو صاحب. ولكن السيلور زيرو انت الوحيد اللي كان. تعال نعاود دابا، سولتيني خليني نعاود ليك دابا. ثم لك سؤال صاحبي، هذا الجمهور ماشي انا. وخليني نجاوبك. نور زينو، انت الوحيد قال لك اللي كنتي عارف عندي الفلوس باللي عندي 20 مليون. ما كانوش عنده الفلوس، هذاك السيد سكيري ما كانوش عنده الفلوس، وليت داو ليه الفلوس ما قدرش عليهم، مشى عندهم قتلوه بالعصا وصيفطوا، ما قدرش يمشي حتى شي كاين لانه ما عندوش لي بروف، وفنتحداه انه عنده البروف تاع الفلوس يطلعها، نتحداه. هو صناعي ليا، كان مع السيد الزلال ديالو في الدار الشمكار، قلت لي اتونسيون بداك الشمكار يتعدى عليك. في الصباح صناعي ليا قال لي ضربني ودار لي وفعلوا داو ليا. كيفاش داو لي؟ قال لي مشيت نتعشى عندهم في داو لي كاينه النعاس خشت الافلام. انا عارفو حمق، انا عارفو عقليته كي دايره، حيت جا عندي وفايتي جا عندي، عارف عقليته كي دايره. انسان مسكين مهزوز، تيدي راسو هو الملك، هو احسن واحد، باقي باهوش، باقي صغيور. اما الفلوس نتحداه، شوف يطلع يوضي الوراق. انت جبتي 20 مليون من البنكه، 20 في الاول، اول حاجه انت ما خدام وعندك ورقه اللجوء، ما يسولوكش من اين لك هذا في البنكه، ما غيسولوكش امجد هنا في اسبانيا 20 في الاول. بالضروره انه يجبدها من البنكه. المهم ما يثبت. فاش مشى عند البوليس قالوا عطوني ما يفيد، السيد بلا يجيب 20 الاورو ما خدامش. ورزيلو صديقي فيك تنقص في كلامك. في الاول قلتي خليني نهضر. اتحداك يكون عنده شي فلوس وفي نفس الوقت شفروه. شنو شفروا ليه؟ اسمعني، هو تيقول شفروا ليه الروايح ديالو وبدا يتصور، باقي عندي الفيديو تاع الدار،
داو لي هاد الواحد وداو لي الحوايج اللي كان معاه، الزلال ديالو اللي كان معاه. هو تيقول لهم 20 مليون، خطا يقول لهم 30 مليون. دخل لايفات قبل تيقول لهم وغادي في ديك الحكايه ديالو. والسيده اللي قال لي دات لي فلوس انا عيطت لها بالتليفون، انا عندي الرقم ديالها، عيطت لها قالت لي خويا، قالت لي داك مريض، قالت لي تيشم وتيبقى يهبل. وجاوب نهاري كان عندي هنا ما طلعش يبكي وهرس التليفون. سي فاش تيسكر وتيشم تيهبل. تقول لي 20,000 الاورو 30,000 الاورو صافا با، لا تمشي 10,000 اورو تفليبا يحماق. ومنين جابها؟ مرزينو، يقال ويشاع كاين ما يثبت بانك استضفتي واحد السيده في دارك ديجا كان عندها مشكل ديال 2 المليار. من بعد مشكل الباي ديالك في داك الفلوس ولا لا؟ هذوك بحال الفلوس ديال امير كول. شنو الباي ديالي؟ انت تجي عندي للدار الصديق ديالي، غادي عندك مشكل، واقع لك مشكل، انت اصلا ما عندك حتى حاجه هنا، كلشي خليتيه ليه. تهضر على الاخت يوسامود الصديقه ديالي والزوج ديالها، لو كل احترام وجات هي ولادها، كل احترام ودوزت معاهم مده وكانوا معنا ناس وتلاقينا مع ناس وحنا سهل عليها ربي قادت الامور ديالها وبطات المغرب معززه مكرمه. ولكن كنظن انها سبحان تبارك الله كانت كتصرف بشده لا عليك ولا على ولادها. لا خويا، انت واحد يصرف عليا حتى شي واحد يصرف عليا. الاولى ثاني حاجه تصرف على ولادها، عندها 5 الولاد تبارك الله وراجلها، وكاريه هنا ابارطومون بالنهار، وكانت كاريه في لونغروتير فيلا. السيده بازقه ماشي اوبليجي غتجي عندي غنستافدك ماديا. يقال ويشاع نمرة أمريكانية، هذه نمرة أمريكانية. قال لك السيدي يقال ويشاع أنه هو اللي عاون فاطمة الزهراء شفتي تصايب الأوراق. فاطمة الزهراء عندها جنسية، فاش نعاونها أنا؟ عندها جنسية أنا؟ الجنسية ديالاش؟ عندها جنسية إسبانية فاطمة الزهراء. ولكن قال لك أسيدي أنت اللي عاونتي هاد هنا وراك وعندها جنسية إسبانية، جات الأولى على إسبانيا، عندها جنسية إسبانية، عندها باسبور أحمر. فاطمة الزهراء عندها باسبور أحمر، عندها جولات يقراو في لونغلتير، أحسن مدارس في إنجلترا. مع من مزوجة مع شيعي؟ ماشي هي مزوجة شرطي، بوليس الله عمها دار، عامل شرطة. السؤال الموالي يقول يقال ويشاع أنك نعستي مع المحامي ديال تحفة. شوف هذا الكلام لا أسلم من الصحة وهادشي ديال سؤال الجمهور ماشي أنا ما كنتش معاك. لا الجمهور هذا أصلا يسول هذا السؤال يدخل بالكونت ديالو يسولو يتحمل مسؤوليته. راه قبلتك في لي كومونتير. لا في الكونت مابقاش تقرا الاسئله تاع من الهبه نورزينو اسئله البرنامج ماشي انت، الجمهور ديالنا هو اللي كيطرح الاسئله ماشي انا. لا هذه الفقره ديال الجمهور الله يجازيك بخير. كاين الامور اللي غتسال، كاين الامور اللي ما تسالش. كيفاش نعسي معاك في المحامي؟ الجمهور من بغى يتبعنا ما كاينش جمهور، دخل في الكونت ديالك وقول لي كاينه وكاينه ما كاينش. ماشي في الكونت، ماشي انت اللي غتحكم في الجمهور باش غيدخل. لا حتى الاسئله عندها ضوابط ديالها. انا اسمح لي الجمهور انا ما حاكمليش شنو عنده في دماغه شنو غيدير. لا حتى الاسئله ما تبقاش داك السؤال نورمال، لان داك الشيء لا علاقه له. شنو بغيتي نقرا لك داك الشيء اللي عجبك انت ولا ما؟ لا داك الاسئله هذيك ما يمكنش اصاحبي، ما يمكنش. ها هي السيده قالت لك اسيدي بالحساب ديالنا الشريف. هاد السيده هادي تكون عاهره من العاهرات اللي كتحديتها. لا حاشا ولله، الجمهور ما كنقولوش. لا من حقي من يتهموا اتهامات، الله يحفظك ديال الناس الله يحفظك. لا من حقي وحده من الجمهور باغا تسولك. عاوتاني دخلي على في الموضوع ديريكت. السلام عليكم نور زينو. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نور زينو انت زعما معروف عليك بالصراحه. كلاو انا كنتبعك وكنشوفك دائما يعني صريح. لا ديريكت في الموضوع. ما عرفتينيش لان داك النهار قلتي فعلا مولاي الشريف تلاقيتي به وماشي هو اللي خلص انسان اخر، يعني قلتيها دابا واش قلتها في برنامج ولا قلتها غير في اللايف؟ لا قلتيها نهار كان مولاي الشريف في سميتو في اللايف الاخ امجد، ماشي انا اللي كنت حاضر برنامج. نو كان مولاي الشريف ولكن راه انت فمك قلتي سير تلاقيتي. انا قلت
انا قلت لان غادي مع الكلام ديال مولاي الشريف. دابا حنا برنامج الحقيقه تنقول الحقيقه، ما نكذبش. انا ما تلاقيتش به، ما تلاقيتش به. وكون تلاقيت به شكون هو مولاي الشريف؟ انسان عادي وصديق، وكان خاصني نتلاقى به وما كانش عندنا الوقت. لا هو كان عنده الوقت، انا كان عندي الوقت. ومن بعد السؤال الثاني، واش فعلا درتي اللجوء السياسي باش تعدل الوضع؟ لا درت لجوء سياسي وخذيت الوقت من اللجوء السياسي. يعني على اساس باش دير الوراق. لا اختي كون درت لجوء سياسي كامل تدخلي المغرب. صافي شكرا. تحياتي لك اختي، شكرا. يمكن لك تسمع. شكرا. نور زينو، انت توسطتي لشي ناس، ركز معايا. انت بدايتك كنتي كتوسط الناس، كتصيفطهم للكلينيك ديال صوفيا طالوني، واليوم كنلاحظوك طالع كتضرب ضدو. علاش؟ وشكون هاد الناس هادو؟ الناس هادو انت اللي عارفهم ماشي انا. ما يوفي، ما كاينش هادشي. كليان، انت اللي كنتي كدي الكليان عند صوفيا طالوني، ومؤخرا ناض بينكم صداع. انا بسمي انا طالع على الفلوس عندك. هادشي ما كاينش. عطيني الدليل. شنو هو؟ تسمعني؟ نسمعك دابا. شوشو شوشو، علاقتك بشوشو سولتك هذا السؤال قبيله وقلتي لي خويا وحبيبي، وهذا جاوبتيني بجواب دبلوماسي. جاوبني الواقع المعاش. شوشو حقيقه المره مالا انت وياه خرجتو انت وياه شي مره تلاقيتو حتى هو؟ جامي تلاقيت الميكرو. جامي تلاقيت بشوشو. كل شي حاجه جامي تلاقيت بشوشو في حياتي. حنا اصدقاء في السوشيال ميديا. شوشو راه صديق ديالنا كامل في السوشيال ميديا، ماشي غير الصديق. الواقع ما كاينش. كاين شي دليل باين تلاقيت معاه في الواقع. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يلا. خويا امجد، بغيت نسول نور زين واحد السؤال. مرحبا لاله. نور زينو، البنت اللي قبل طلعت قالت، البنت اللي طلعت قبل قلتي لها كون درت اللجوء السياسي ما تدخلش المغرب. اولا انت ماشي مغربي، ما عندك جنسيه مغربيه، ما عندك لا كارت ناسيونال مغربيه. قلنا ما تدخلش الجزائر، باش تقول ادخل المغرب؟ هو شنو كنت نسب؟ شنو كنت نسب؟ مي كنت انا تنسب. شنو كنت نسب؟ نو انت اولا شي قلتي لها. سمعيني دابا، سمعيني دابا مي كنت نسب. شنو كنت نسب؟ المغرب ولا الجزائر؟ انا كيفاش كتسب؟ انت جزائري، ما عندك. ما عارفين شكون انا. مالي ما كنت ندير لايفات ديال السبان في الدوله. اين دوله كنت نسب؟ احنا ماشي، انا ماشي غرضي هذا الجواب. انا السؤال لا ولا هو الجواب ديالك انت. ديالي اسمع. لا ولا امجاد وخليها بالمنطق باش نقول لها كون درت اللجوء السياسي ما ندخلش قلتي لها كون درت اللجوء السياسي ما ندخلش للمغرب. علاش ما قلتيش لها كون ما درتش اللجوء السياسي ما تدخلش للجزائر بلادك؟ ما عندك جنسيه مغربيه، ما عندك لا كارت مغربيه. الام ديالي مغربيه. لا نهار دخلت مغربيه. لا اللايف كيتسجل. الام ديالي مغربيه. اوكي نهار دخلتي للمغرب ما دخلتيش بفيزا؟ تدخل بفيزا. انا دخلتي فيزا للمغرب. اذا انت ماشي مغربي، لا جنسيه مغربيه. لا راه عندي برنامج ما عنديش سوق على الله يرحم الوالدين. اختي طرحي سؤال ماشي تحاسبيه، طرحي سؤال الله يحفظك اختي. السؤال اللي قلته لي اخويا امجد جاوبها السي نور زينو. نجاوب واحد ما كاين كاع السؤال. انا بدايتي ما فهمتش السؤال. انا ما فهمتش السؤال. طلع الجمله. اوكي السؤال هو انت علاش قلتي للبنت رديتي عليها قلتي لها كون درت السؤال هذا ما تعقبيش على كلام قبل. لا انا مغربيه، انا مغربيه. انت كتهضر على المغرب، انت ماشي مغربي. ماشي مغربي، ما عندكش جنسيه. ما عندكش جنسيه مغربيه. ماشي شغلك. وراه بلادي المغرب، ما خاصكش تقول هكاك. ماشي شغلك. دير درابو ديال بلادك وراك. دير درابو ديال الجزائر. وماشي شغلك. انت عاهره ماشي شغلك. حشومه. لا 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 لا
لا عاهره لا. تسب لي الله يجازيك اخي ما كاينش عاهره الله يرحم لكم انا غنخلي زيان الله يجاوب. عاهره. لا اسمعني، طرحي السؤال راكي دابا انت بشنو سميتو بالنطق ديالك راكي كتحس به ماشي كتسولي سؤال وسكتي خليه يجاوبك، ما ديرليش حوار ثنائي. الله يجازيك بخير. طرحي السؤال هل اللي كاين جاوبني عليه صافي نشوفوا شنو غايقول. طرحي السؤال ديالك. اوكي خويا امجد خويا نور زينو، انت اول شيء سبيتيني وانا غير سولتك سؤال لا اختي طرحي لي السؤال، انا عندي اللايف كيتسجل. الله يجازيك بخير. اوكي خويا نور زينو، انت ماشي مغربي، ما عندك جنسيه مغربيه، ما تحطش الطرابو ديال المغرب وتقول له جو سياسي، يقول له جو سياسي، ما تدخلش الجزائر ماشي ندخل المغرب. هذا هو السؤال اخويا امجد. وانت بنتي عاهره ماشي سؤال، هذا السؤال العوض. احترم الناس روزين الله يجازيك بخير. لا ماشي احترام، الانسان احترام مغربياتي الا وطنيتي، الا وطنيتي الله كيدخل الديور الناس. لا الا وطنيتي تعرفش تطلع، الا وطنيتي مش عارف تطلع، راه كتطلع لك الجو. لا طلعت تكلاشي بغيتي تسقط ليها صافا ولا مالك. لا سولات جاوبها قالت لك انت لا ما كاينش السؤال، انت براسك ما فهمتيش السؤال، انت براسك ما فهمتيش السؤال. تعطى ولا هي هذه. لا والله يرضي عليك بابا باش خلي فيه احترام. السيده سولاتك قالت لك الله يجازيك بخير، خليني نكمل هضرتي. السيده سولاتك قالت لك انت ماشي مغربي. انا مغربي، كون ماشي مغربي علاش ندخل المغرب؟ برافو، هذه هي الاول. تسول جاوب هذا. لا ما خليتكش امجاد، هذه طرح حافظه، هذا النوع انا حافظه، انا هو السوشيال ميديا، اما ما كاين حتى واحد. انا اوكي، شنو علاقتك بتحفه؟ صديق يقال ويشاع ان تحفه جبد منك المعلومات ديال الدنيا والدين الثاني لاحق، شنو غتقول؟ وتحفه كان عندي هنا مؤخرا. فين كان عندك؟ هنا في اسبانيا. عندك ما يثبت؟ عندي ما يثبت، نسيك تشوفون الناس وتصوروا مع الناس. اوكي مزيان. شنو هو المحتوى ديالك في اليوتيوب؟ السياسه. وعلاش ملي سولتك دابا على الدريه سؤال سياسي درتي فيها؟ شنو السؤال السياسي سولات؟ سبق لك دخلتي للجزائر انت؟ لا شنو السؤال السياسي اللي سولاتك قالت لك انت عام سيدي علاش ما كتعترفش بالجزائر وكتضرب في المغرب وانت ماشي السؤال السياسي سولات، ما قالتش هي هادشي، هي طلعت سولات قالت لك ملي تكلمنا على اللجوء قالت لك قول داير اللجوء السياسي، مي سولتني الخروج داير اللجوء السياسي، ما قالتش شنو انت المحتوى ديالك السياسي. ثاني حاجه انا الجزائر لازم نبقى بلادي، كبرت فيها واحد الوقيته قريت وكلشي قريته في المغرب وعندي ما يفيد واخد دبلوماتي من المغرب وعشت في المغرب. باش عشت في المغرب؟ قول لنا كيفاش تزاديتي في مكناس؟ فين تزاديت في مكناس؟ وفين تزاديتي؟ تزاديت في الجزائر. وكيفاش اذا فيما مضى كان عندك جنسيه مغربيه؟ لا حيت انا ما دفعتهاش لا خطا. لا ما عمرك شديتي باسبور خضر ديال المغرب؟ لا مشكلتك انت بالضبط؟ ايوا ممكنش نطيحوا كلشي في السوشيال ميديا. اوكي واحد من الجمهور من الناس الموالين. السلام عليكم. وعليكم السلام السي نبيل. امجد كي داير بخير؟ مزيان واش؟ السي نبيل الناس بخير. عندي واحد السؤال بغيت نسول نور زينو بكل احترام. شوف بكل احترام، اللايف ديالنا راه كيدخل ديور الناس بكل احترام، حاجه باينه من البرنامج محترم. تفضل. واحد الفيديو كنت شفتو شحال هادي فاش كانت يسرى مود في اسبانيا، عقلتي نور زيرو؟ كنتو جالسين في الدروج، جالسين كانت الصاد وكنتي لابس واحد الشورت مقطع ولاحظت انك كنتي لابس واحد الصليب. يعني نعرفوا واش هذاك الصليب واش فاشن ولا بغيتي دير يعني باش تقاد الوراق ولا انت مسيحيه؟ لا شوف باش تقاد الوراق ديالك بالانتماء العقائدي اصعب حاجه تصنع ما كايناش، لان تيسولك اسئله خاص تكون حافظ بزاف الحوايج وتيسولك هاد القضيه هذه. انا وراقي واخدهم حاجه واحده اخرى. ثاني حاجه هذاك اللي سولت شتي صليب، انا قبل في 2015 انا كنت عايش في إغريسيا في مليليا. يعني وبقيت معاه واحد المده وتعلمت درت المعموديه وكلشي، مي الحمد لله تبدل كلشي في الاخر شونجيت. مع كانوا طلعوا معاك الناس وكانوا تينتقدوك على الصليب وداك الشيء، قلت لهم انا مسيحي. كنت نديرو في الاخر. دابا مؤخرا صافي هادشي اللي المهم الانسان تيكبر
كونفيرمي انك كنتي تلبس الصليب، كنتي تعتقد آه. المسيحيه. هذا الشيء بغينا نعرفوا. يلا خويا تبارك الله عليك. انت الاخ نبيل، الجمهور اللي عنده شي سؤال يطلع باش نسدوا الفقره ديال الجمهور. نور زينو، وي انت كتدخل للمغرب بالفيزا واش حيت كنتي دافع لجوء سياسي ولا حيت ما عمر ما كان عندك جنسيه مغربيه؟ لا، لانه ما عنديش جنسيه مغربيه. كيفاش مغربي وانت ما عندكش جنسيه مغربيه؟ هذه ما بغاتش. الاصل الام ديالي مغربي وانا ما ضمنتش جنسيه مغربيه. السلام عليكم لاله حكيمه. وعليكم السلام. تفضلي يا لاله، عندك شي سؤال؟ عندي ليه واحد السؤال. دونك انت في الوراق ديالك واش راجل ولا امراه؟ جاوب انا. لا جاوبني انت، ما يجاوبنيش هو. انا سولتك انت. جاوب. هذا امر شخصي. لا وخص حتى الناس لا يعرفوا. شوفي، انت في اوروبا، عايشه في اوروبا. لا ما عايشش في اوروبا. اوكي، هنا في اوروبا عندنا 3 حوايج باش تسولش عليهم الناس: الدين والعقيده والانتماء والجنس. ولكن انت اش كتحس راسك مايل ليه يعني بزاف باش هذاك انت قلت لها، هذاك احساسي امور تخصني انا. هاد الناحيه نقدر نسلب لك داك اللي بقات لك وحده. لا كيفاش نجاوب شي حاجه انا ما يمكنش نجاوب عليها؟ امور شخصيه. لا حتى هي باينه لا فاصو ديالك كتبان مايل الانوثه ماشي الحمد لله اعترفتي بيا، شكرا بزاف، جزاك الله خيرا. ميرسي. ولكن حنا لازم نبغوك تزاحم معنا في السوق. صافي دابا سؤال واحد سولتي، يمكن سؤال واحد سولتي. السؤال مازال ما جاوبتيهاش. لا ما نجاوبش هذا السؤال، قلت لك ما نجاوبش عليه. اذا ما بغاش يجاوب. قالت لك ما نجاوبش عليه. ما نجاوبش بغاش عليه. يجاوب. اوكي لا ما بغاش يلا، يجاوب. شكراً. عطينا شي سؤال موالي. لا ما كاين سؤال موالي، عندها حق السؤال واحد. لا اسمح لي، البرنامج ديالي الضيف يسولك حتى 10 نو ما تديرش هادشي مع الاخرين. ما كاينش سؤال ثاني. لا كاين، علاش ما كاينش؟ لا، كل واحد يطلع يسول واحد. لا دابا السؤال الثاني بسيط. دابا السؤال الثاني بسيط. اسمع الله يجازيك بخير. السؤال الثاني بسيط. دونك دير الدرابو ديال المغرب. واش بغيتي اللجوء للمغرب ولا شنو؟ بغيت اللجوء عند داركم. تقدري عليا؟ كتسمعني؟ بغيت اللجوء لداركم. نور زينو ثاني مره انت سؤال دابا السؤال هذا واش انا دابا مابقاش تخلط معايا نور زينو. دابا واش السؤال هذا يجاوب عليه واحد ديال قحبه. زينو اغيط اللايف ديالي كيدخل ديور الناس نور زينو. لا هي هذه وانا عرفت شي طرا صاحبي هي في البرنامج كاع. ما كملش مع الاسئله بحال ديال القحال. لا صاحبي ما تخسرش الهضره، واش عرفت شي طرا صاحبي. لا وهي ديال خسر هضره، لانه انت تطلع الناس دون مستوى. الله يحفظك اخاي ديالي والله. انت تطلع الناس دون مستوى. كيف كيدخل ديور الناس صاحبي؟ واش لا اسمح لي، تطلع الناس دون مستوى. ماشي شغلات جمهور يدويش مستوى بلا ماشي هاد الخلا بغيتي داك معايا، عندها فرصه داك معايا، ما قاداش هي في لايفات تجي داك معايا هنا. صديقي عطاوك الله عطا. شوف قلت لك تحمل المسؤوليه. اسئله منطقيه امجد، اسئله منطقيه ماشي اسئله القحوب. ما تخسرش الهضره هذه ثالث مره. لا خسر هضره، لانه هذا راح بكره غننهيو هذا البرنامج. خلينا عافاك زوين. لا الله يرضي عليك، وانت الله يرضي عليك تطلع الناس تفضل سمره. صافي تفضل سمره. السلام عليكم. عليكم السلام. لاله والله سمعت هاد الهضره يعني ماشي في المستوى كما قال، لان الناس كيتفرجوا حشومه كاع. ما كاين حتى شي مشكله، اختي تجاوزي غتقطع في المونتاج. كملي. معليش نشربوها. بغيت نسولك، قلت لي انت مغربي، الوالده ديالك مغربيه وما عندكش الجنسيه، لان الا كنت الوالده ديالك مغربيه تقدر تهز الجنسيه المغربيه. ما دفعتهاش في 2008. ولكن اسمح لي، جلاله الملك نصره الله وايده الله يشافيه بيان سور، قال لك اسيدي حتى 2007 عاد عطى الحق الام المغربيه تعطي الجنسيه لولدها. هذا فهمتيها. وقبل انا في 2008 ما دفعتهاش لانه خرجت من المغرب. لانك انت ماشي مغربي، جزائري. لو كنتي مغربي لكون هزتي الجنسيه. لا ما هزيتهاش، لان يمكنش تكون عندك دوبل ناسيوناليتي. الجزائر بوحدها تسقط عليك. تسقط عليك الجنسيه الجزائريه. الجزائريين ما عندهمش دوبل ناسيوناليتي، ما يحققش تكون عندك دوبل ناسيوناليتي. اوكي يلا شكرا. باش ما تسقطش عليك الجنسيه الجزائريه. يلا شكرا. تحياتي لك لاله سمره، شكرا. اوكي السؤال الموالي. السلام عليكم سي امجد. كي داير صباح بالتالي ما علاقتك ببوطيفه وهذاك السيد اللي جا وبغى يتهجم عليك؟ عاود لينا بصراحه، الله يجازيك بخير.
شنو؟ سؤالي علاقتك ببيطيفة هذيك اللي كتتاجر بالمخدرات في مالاغا. عند الشيطان علاش على بالك كدوي اسير. على نورزينو شكون هذا اللي كيتاجر بالمخدرات في مالاغا عاود؟ واحد السيده اتهمت نورزينو بشي حاجه، وجا واحد بغى يتهجم عليه في الباب، هاز موس. هو يعاود لك. تسنى بغيتي تقول بيتوفا؟ بيتوفا ولا لا صديقي بانتوفا. داكشي غير اشاعات. بيتوفا انسانه زوينه بنت الناس نقيه، عاشت معاك اللي تخبزها، وداك السيده نقيه الله يعمرها سلعه. فهذه هذا تجاوز هذا السؤال، داك السيده محترمه بدارها، خليوها تخون. لا ما نتزاوجوش هذا السؤال. لا غتجاوز هذا هذا السؤال. انا بغيت نجاوب. ما نسمح حتى شي واحد يدوي على الناس ديال الاصدقاء. انا بغيت نجاوب. هادشي لا كيتسمحتي قبيله انت في الاجوبه، سمحتي قبيله في الاجوبه، سمحتي قبيله في الاجوبه، انت سمحتي في الاجوبه ديال العاهرات. انا اللي كنطرح ديال الاسئله العاهرات ماشي الناس. تفورضوا. انا اللي كنطرح الاسئله. وهكا لا طلعتي لا وفي تجاوز هذا السؤال. قبيله البنات اللي طلعوا سؤال اخر. الله يجازيك بخير، ما تنقصليش في البرنامج نور زيدو الاخ. لا تتنقص دابا. خليني نهضر. الله يجازيك بخير. انا اللي كنطرح. ودابا واش غتخلينا نكملوا ولا لا؟ ولا سؤال اخر اخويا الله نورزينو. يجازيك بخير. الاخ اسير حيد عليا هذا الشيء، عطيني السؤال. نقول سؤال اخر. واش نقدروا نشوفوا نورزينو من هنا لقدام ان شاء الله بحال نوفل بن موسى يعلن بانه هذا اعتزل هذه المثليه وهذا بحال لا ما اعتزلش باقي مثلي. عندك لا زعما نقدروا من هنا في المستقبل ان شاء الله والتوبه الجميع. ان شاء الله الله يهديك اخويا الله يعاون. اللهم امين الله يحفظك. دابا عندك وحده انت بلاصه. واش من مره انت يا اسير؟ اوكي لي موديراتور حاولوا معايا كتنقيو لي كومونتير. الله يحفظكم الاخوان. استغفر الله العلي العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما عنديش شغل ندعم الحسابات هنايا، عندنا برنامج هنايا. ما نقدرش نتحكموا في الاسئله ديال الجميع. لا وهذا السؤال قبيله كان خاصو يتجاوب عليه. لا اسمح لي، انا اللي كنسول ماشي هما اللي كيسولوني. انا اللي كنسول. لا وانت قلتيها هو سول. أمجد. خلينا هو اللي سول. أمجد لاباس عليك؟ باش مليح شويتنا أمجد لاباس عليك؟ صحابي خير الأمور كلشي يعني؟ جرب بث وما تيرمعز. ما يستوارت مزيغ ما يستوارت العربية. السؤال الموجه للأخ الذي أمامنا: ما هو السبب الذي جعلك تشد في هذا الطريق والله قد حرم ذلك في عهد سيدنا في قوم لوط؟ ما هو السبب هذه النزوة التي لا تصلح أن تكون في وجه الرجال؟ ما هو السبب؟ الله عز وجل يخلقنا. مستحيل. إن الله لا يخطئ في الخلق. لا تتهم الله في خلقه. تخلقوا ناس معاقين. إن الله معاقين. دابا بقى جادلني كنهضروا في الدين. لا أنا لا أجادلك أنا أسأل وأنت تجيب. جاوب أنت. قد تهرب بسؤالي، وهذا يعني سؤال أطرحته عن جميع المثليين، وأنا أسأل من الله أن يتوب إليه وأن يجعله من الراشدين، لكن قد هرب منه وتهرب الكثير من الناس مثله، لأن الله حاشا ولله أن يكون قد أخطأ في خلقه، لكن أن يقول لي مثله مثل المعاقين فهذا ليس خطأ الإله، وإنما المعاقين قد خرج من سلالة البشر. فإن أخطأ الإنسان في
زواج أو نقص من الكربون أو نقص من الكالسيوم أو أشياء التي قد أخطأ فيه الإنسان في جماعه أو في الزواج، كمثل ما يقولون إن تزوج الرجل بامرأة وكانت فصيلة دمه متماثلة فهناك يمكن أن يكون الطفل جنين معاق أو نقصا، ولكن أن يقول أن يقول يهضر لا خلي السيد يهضر دابا. لا خويا ما نمشيو للمحاضره عندنا. وقت السؤال ابدا سؤال جواب صافي جاوبتو صافي. المحاضره ديال نمشي شنو هي الديانه ديالك؟ شنو هي الديانه ديال الاسلام واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله. ما تجيش انت ولا غير تقول لي الديانه ديالك. هذا السؤال كطرح عليك سؤال واش جاوبنا. ما تدخلش بقيت ما لقيتش الجواب ديالو، ما لقيتش الجواب ديال داكشي علاش ما بغيتش نهبط. الجواب ديالو ما لقيتوش، ما كاينش الجواب ديالك. 3 ديال الاسئله مشاو كاملين. الله يجازيك بخير، ما عمرك تدخل لي في حوار تسمعني ما بين لا بغيت نكون منطقي. انا جديت عيطت ما طهر انا جديتك عاود كون منطقي. السلام عليكم. عليكم السلام إليغال. راك عزيزي خليني بينو هذا امجد واحد 2 دقائق عافاك مسموح. شنو هو؟ خليني مع نور زينو واحد 2 عمي دقائق. صديق خصك تطرح عليه السؤال، راه ضيف ديال البرنامج ديالي غطرح عليه السؤال. اوكي علاش دابا 6 شهور كتزبل في الوفاء؟ جاوبوا. حيت ماشي رجال. لا ماشي بهذه الطريقه. اوكي هو سولني اوكي عندي علاقه مع الضيافه تنهضر مع الضيافه. منين؟ هو سول لان هذا دابا النوع تاع الضيافه الخونه حيت ماشي رجال. كان يمشي يهز الطابو ديال شي يجاوب داك الراجل. اسمح لي خاصك المره الجايه دابا لا عطو امجد شنو قلت لك؟ اسمح لي إليغال الضيف ديالي لا انا. اسمح لي هو الله يجزيك بخير، اللايف كيتسجل راه يطلع في اليوتيوب. خويا نور زينو المره الجايه ملي تقصد واحد الفئه ديال الخونه. انا بذاتي ريفي انا سولني انت ريفي عمر سمعتي مني كلمه ضيافه؟ خويا واش انا غندخل الجمهور واش ما يهمنيش انا الجمهور. السؤال اللي يرضيك هو سولني بالعاميه واش جاوبت. بغيتي يسولك اللي بغى يفهم شي حاجه غيفهمها. اللي بغى يفهم شي حاجه غيفهمها. انا ما عنديش بقى نبان العباد بلاصه تغيير. هو طلع سولني على ضيافه جاوبته على ضيافه اللي تيعرف هو. ميت مع الرضا امجد جاي شوي جاي كي شوي لا تحمل ماشي. ما كنهضر لا حيت ديجا دوزنا هاد يومين كنا طالعين انا وياه على داكشي كنقول لك خليني معاه نهضر معاه ماشي بلا. خليني معاه ماشي لا كيسيون إليغال تخليني معاه. الجمهور كيطرح عليه السؤال لحقاش هو في الضيف ديالي ديال البرنامج كرسي الاعتراف، فهمتيني؟ هذا الحق تطرح عليه السؤال، غير هو الجواب اللي جاوب انا بذاتي ما عجبنيش لحقاش خصو يقصد باللي كندوي على ريافات الخونه اللي كنسب ريافات الخونه. خليني انا نجاوب امجد خليني انا نجاوب. سؤال على الضيف ديالنا ماشي كتجاوب، خصك تطرح سؤال على الضيف ديالنا. هو جاوبني غادي انا عاود نسولو. عطيتي نشوف هذا السؤال ديالك الثاني. مرحبا خويا إليغال. حيت ماشي رجال الروافد دابا فيهم راه وضح. لا ماشي رجال. نو امجد انت ما شفتيش فيديوهات قدام. إليغال خويا راه دوالك راه وضح باش يبقى قال لك كندوي على الخونه فصافو دير تحيه الريافه وتحيه المغاربه كاملين ديال حنا كاملين مغاربه. اشرح لي الكلمه ديال الخونه مثلا. انا ماشي كنناقش السياسه دابا خصك تلعب اسيدي السؤال على السيد طرحتي هو قال الخونه شكون وعلى من كيهضر بالخونه شكون كيقصد؟ والخونه راهم باينين اللي باغيين تفريقا عام سيدي على الريف ديالنا على المغرب على تصفيه حسابات على شي حوايج ما كاينينش في القاموس اللي كيقول لك الا كتهضروا على هذيك اللي كيمشيو للجزائر يفتحوا السفاره هذوك نساو لي عليهم. وراه هذوك هما اللي كدوي عليهم ياك هادو هما اللي كدوي عليهم. لا عارف الموقف ديالي من عندي. لا امجد نور زينو سب الروافه ما سبش بالخونه. الخونه راه ما نخسرش الهضره. هو سب الروافه. واش عندك شي عقد معانا؟ راك مجوج معاك خويا إليغال راه كيقول لك ما سبيتش راه كيقول شكون غيزوجك انت لوبيا؟ راك مجوج غير لا إليغال نو